انا عندي الفلوس وبنجيب الحريفي، شنو القاعده الصحيحه اللي خصني ندير؟ هادو بغيتك تعطيني انايا كي غادي ينجحوا وشنو هو السبب اللي تيخليهم يفشلوا. كيقول لك الخدامه ولاد الحرام هي نسد عليكم المحل ونشعل فيكم العافيه. لا نخرج انا. اكبر مشكل هو صاحب المطعم، حاجه تشريها ب 10 المليون ما تجيبلكش 3 المليون. المسير واخا ما يكونش يعرف يطيب يقدر ينجح ليه المشروع والطباخ ما ينجحش ليه، وهذا اكبر غلط. انت عندك فلوس كيحسب لك ان ذاك الحريفي راه هو اللي يسير لك خدام عشوائي، وفين كيمشيو الفلوس ما كيعرفش. يعني راه الخساره كنسولو على راس المال كيقول لي وا كاين شي بركه ونقدر نديباني ونقدر. قال لهم انا 6 المليون خسرتها قروا فاش كنت كنصلح. هذا الكرا هذا هو اللي صعيب. خصو يدير واحد النيطواياج اللي يرتاح فيه. ما تحاولش تخدم معاه بسياسه ان انت داخل عندي الا ما خدمتيش غنعاقبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. ناشط مع راسك؟ بخير. شكون غادي يستافد معنا في هذا الفيديو؟ اي واحد خدام في مجال المطاعم يعني اصحاب المطاعم كاملين، واللي كيفكر يعني اللي خدام في هذا المجال وكيفكر واحد النهار غيفتح مطعم. لان غالبا اللي كيكون خدام في هذا المجال ديما عنده داك الهدف ديال ما يبقاش خدام عند الناس ويفتح مطعم ديالو، شي حاجه ديالو. واش هذا خاص بالمطاعم الكبيره ولا الوجبات الصغيره؟ بالنسبه يعني خاص بالمطاعم لا الكبيره للصغيره. يعني الانسان على قد راس المال ديالو. كاين اللي ما عندوش يقدر يتشارك مع واحد في مطعم كبير. المهم يعني المجال كامل. غير هو المشاكل ديال هذا المجال يعني كنواجههم بزاف في المطاعم المتوسطه، يعني الفاست فود، السناكات، طاكوس وهذا الشيء الكامل، والمطاعم الشعبيه. المطاعم الشعبيه اللي نيفو شويه طالع، يعني ماشي محل ديال البصاره ولا مطعم شعبي اللي يعني كنقولوا من واحد 15 مليون للفوق. في حتى الفاست فود. ملي كنهضروا الفاست فود والمطاعم هضر في الكونسيبت اللي كيطلع ب 15 مليون حتى ل 100 مليون. هادو اللي فيهم مشاكل. فوق 100 مليون راه كيكون ضابط شغله. اذا قل راه اصلا هو غير كيديباني اذا هذا الموضوع غادي يكون حول الخسائر والربح. يعني الناس غادي تعطيهم كيفاش غادي ينجحوا ان شاء الله، وشنو هما الاسباب اللي تيخليوهم يخسروا ان شاء الله. هذا هو الاسم ديالك سيدي. معك توفيق البوزراتي، استشاري في مجال المطاعم. واول حاجه نشكرك على هذه الاستضافه. الله يعطيك الخير، وسعيد بزاف بالتواجد ديالي معك. بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. فهمتي؟ والصراحه والله الا شرف كبير ليا. نهار غليظ هذا. فهمتي؟ الله يعني فاش عيطتي ليا وهذه يعني يا كبرتي بينا الصراحه. الله يعطيك الخير. السبب هو ان كاين بزاف الناس تنشوفهم تيحلوا السناكات، تنشوفهم تيسدوا المحلات، وكاين اللي تينجح وتيبقى السؤال علاش هذاك نجح وعلاش هذاك ما نجح. طبعا الرزق ديال الله سبحانه وتعالى والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن غادي نطرح لك شي اسئله ان شاء الله اللي معظم الناس يسولوها، وان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نتعرفوا عليك انت شخصيا كيفاش بديتي هذا المجال، كيفاش بديتي هذا التخصص هذا. ولكن اليوم غادي نهضروا مع الناس، وخاصه اللي تيقول لك انا حريفي وتتلقى حريفي وتيحل محل وتيفشل وهو راه حريفي. هادشي كلشي كلمه زوينه الصراحه. علاش هو حريفي وكيفشل؟ هادشي بزاف تيسولوه الناس، وطبعا كلشي غادي يفتح معك القلب ديالو باش يتصنت ان شاء الله. نطلبوا الله يعني ننفعوا الناس، واخا غير شي طبقه قليله راه الحمد لله ان شاء الله بحول الله. اول سؤال تيتسول الناس تبغي الفلوس، هادشي شي حاجه طبيعي، بنادم بغى يخدم حيت خصو الفلوس. واش فعلا المطعم مشروع مربح كما تيقولوا الناس، ولا احنا تنشوفوا الناس داخله تتاكل حيت يبان لنا المحل عامر والناس كلشي تتاكل، ولكن تنتفاجئوا واحد شهرين تيسد المحل. واش القضيه بقات في الناس كاينين؟ ما فهمتش واش فعلا هذا المشروع مربح كما تيقولوا الناس ولا لا. فعلا الصراحه هذا احسن سؤال نبداو به. مرحبا. واش فعلا مشروع المطاعم مربح؟ علاش انا الصراحه كنقول للاسف بزاف الناس كنتلاقى معاهم تقريبا كل شيء، حيت انا خدام في هذا المجال. اللي تلاقيت معاه وسولني شنو المجال ديالك، يعني مجال المطاعم، اول كلمه كيقول وتقريبا متفقين عليها هو ان الفلوس باقيه في الماكله. يعني اللي بغى الفلوس يتجه لهذا المجال هذا باش وللاسف يعني هو من افشل المشاريع في العالم. وهذا الشيء بالاحصائيات، يعني احصائيات عالميه. والصدمه القويه هي الاحصاءات العالميه. مشيت نطلع عليها لقيت واحد الحاجه متفقين عليها، هي ان 60% من المطاعم كتسد في العام الاول. 60% يعني ماشي 20 ماشي 30. ماشي في المغرب باقي حنا جايين ليه. المغرب باقي تياكل. لا عندك حريرته حريره حتى هو. 60% كتسد في العام الاول. و80%
كتسد من بعد 5 سنين. يعني اللي كيفتحوا باش يطولوا فوق 5 سنين كتبقى 20%. فهمتي؟ وهذا شنو السبب يعني؟ وحنا ان شاء الله غاديين للاسباب. حنا خصنا نوضحوا بعدا عاد نشوفوا الاسباب والمشاكل اللي هي مرحبا الناس بغاو يعرفوا هذا. نرجعوا للمغرب. المغرب هو اللي انا بحثت في المغرب نشوف واش كاين شي احصائيات. لقيت في 2023 شي جمعيه واقيله ولا ما نعرف دايرين قال لك من كوفيد ل 2023 يعني واحد عامين وشي حاجه سدات في المغرب 16400. 16400 ياك ما يكون السبب هو كوفيد ولا شي؟ لا بالعكس الناس تحركوا من بعد. هذه زعما هي اللي داروا احصائيات. اما علم الله اللي سدوا 16000 تبارك الله. 16400 في كازا، في جهة كازا سطات 8960. راه ما سهلاش. ملي كنقولوا 9000 وهاد 16000 راه عائلات تما خدامه، يعني كل واحد هز معاه 4 5. اكبر مشكل هو صاحب المطعم. فيما عرفت هذه يكون على يقين صاحب المطعم الا سد عرف راه خلا وراه كريديات، يعني راه فلوس كيمشيو تما، فلوس الاصلاح، فلوس الماتيريال. حنا عندنا في هذا الدومين هذا الا بغيتي غير تبيع الماتيريال غتشريه جديد، ملي تبغي تبيعو ما يجيب لك حتى ما يجيب لك الربع. تولي بحال الخرده تتباع غير في الجوطيه. الربع بعض الخطرات حاجه تشريها ب 10 المليون ما تجيب لكش 3 المليون. تولي ضايع. فهمتي؟ خصوصا اللي كيبغي يفك دغيا. مع كامل الاسف. فهمتي؟ دابا السؤال المطروح بعد هذه الارقام الصادمه اللي قلتي راه ماشي سهله، شنو هو المشاكل اللي تيخليو هاد المطاعم يفشلوا؟ وهو الصراحه ماشي مشاكل، هو مشكل واحد اللي لا هما بزاف المشاكل، ولكن مش تيكون مشترك. هذاك المشكل هو السبب في المشاكل الاخرى. يعني واش هو مشترك مع جميع كلهم ولا غير على حسب؟ تقريبا كاملين. هي شنو هو الا تحل هذا المشكل كيتحلوا كاملين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ديال كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني هذوك راه غير اعراض. هاد المشاكل اللي كنواجهوا حنا دابا في هذا الدومين وكيواجهوا الناس هما اعراض ديال المشكل الاول. اشنا هو هذا المشكل؟ المشكل هو ان اللي كيدخل لهذا الدومين وكيدير مشروع واللي باقي كيفكر دابا وكيتفرج فينا دابا وباغي يدير مشروع ماشي اهل الاختصاص. يعني هاد اهل الاختصاص باغي نفهمها، يعني هو داخل المشروع بمعنى هو واش تيكون شي طباخ ولا كذا او لا تيكون هو غير ما فهمتش، اعطيني توضيح اكثر. هنا فين كاين الاشكال. راه اغلب الناس غيسمعوا ماشي اهل الاختصاص كيقول لك واه اللي كيفتح المطاعم اغلبيه حريفيه. انا شي بغيت نقول زعما والحريفي اللي باقي ما فتح كنصحوا راه انت ماشي من اهل الاختصاص. يقدر كاينين الكلمه ديال الحريفي طباخ ما عندها علاقه باهل الاختصاص في المطاعم. نزيد نوضح لك مزيان. زيد حيت يقدر يتخاصموا معك شويه. اييه ولكن غنشرح راه غيفهموني. زيد قبل ما يكتب يسمع قبل ما يدير تعليق. غنعطيك واحد المثال. باغي دير واحد المشروع اش كنسميوه هو البيزنس. هذا البيزنس هذاك اللي غيدير داك المشروع شنو خصها تكون الخلفيه ديالو؟ شنو خصو يكون هو باش يدير بيزنس؟ شنو هو الشرط؟ هي هذيك. البيزنس شكون كيديرو؟ البيزنس مان اللي كيفهم في البيزنس. كيفهم في التجاره، كيفهم في الاداره، ماشي طباخ غيدير الطبخ. هذا ما سميتوش مطبخ، سميتو مطعم. طباخ بلاص ما يفتح مطبخ كيمشي يفتح مطعم. المطعم ما عنده علاقه بالطبخ. يعني انت الا كنتي كتعرف طيب هذا ماشي دليل على انك تسير مطعم. حيت تسير بوحدو يعني ماشي انا نكون الاختصاص هما اهل التسيير. يعني ماشي انا صافي انا شديت الدبلوم ديالي ولا انا تعطوني تزكيه باللي انا تنعرف نطيب وكذا الى اخره صافي نفتح مطعم. صافي راه غادي نحل مطعم راه غادي، ولكن خص واحد الجانب اللي هو خص يدرسو هو التسيير. ما تيعرفش يسير، يعني هذا هو الغلط اللي تيوقع. المسير واخا ما يكونش يعرف يطيب يقدر ينجح ليه المشروع والطباخ ما ينجحش ليه. هذا واحد من الاسباب. هادشي فيه حسابات، فيه بزاف د الحوايج. تعرف واش كتربح وتخسر. تعرف هو كاغلبيه ديال الطباخه كيطبق داكشي اللي خدم عند الناس كيبغي يطبقوه في ديالو، ولكن ما كيدرش المشروع. غير مجرد دراسه الجدوى ما كايناش عندهم في. انا ما كنهضروش على كل شيء، كنهضروا على الغالب خصوصا السناكات. يعني الاغلبيه اللي كيتفرج فينا راه اصحاب السناك. يكون عنده كنهضروا على التاكوس، شاورما، برجر، باستيشيو، بيتزا، هادو بزاف. او مطعم شعبي شويه راقي. ودابا السؤال اللي غادي نطرح عليك، قلتي السبب هو انه تيكون متخصص في الطبخ ولكن ما تعرفش يدير التسيير. واش عندك شي حل لهذا الشيء انت ولا يعني واش هو عنده شي حل لهذا الشيء ولا لا؟ عنده. سؤال زوين. قبل ما نبداو خصنا شنو هما مقومات باش تفتح مطعم؟ هي مرحبا. كاينين 3.
ثلاثه المقومات، يعني المال ضروري الفلوس ما كاين والو، كلامكم السوسيال والاداره والحرفه. يعني الحرفه راه مهمه، ماشي حنا قلنا ماشي مهمه. يعني المال خص يكون عنده الفلوس، الاداره هو التسيير، والحرفه نكون تنعرف نطيب. يعني الا ما كانش عندي تنعرف نطيب، اذا هذوك الجوج الاخرين نحيدهم عليا. لا، اول حاجه واهم حاجه في هاد ثلاثه المقومات الا كانت غير بوحده الاخرين تقدر تجيبهم، اللي هي الفلوس. الفلوس هما اللي يقدر يقارضنا. ولكن الا عندك الفلوس وباغي تفتح ضروري خص تعرف ان خاصين كاع الجوج. يعني اذا الفلوس يبقاو هما الاولين. عندك كنتي حرايفي وكنتي مدير شاطر كما كيقولوا المصريين وعندك فلوس، راه تبارك الله راك غادي مزيان. كنتي عندك الفلوس بوحدهم وما عندك دوك الجوج، ضروري خصك تجيب هاد الجوج. يعني غادي تخلصهم تيكون هذاك اللي تيسير المحل وكذا. كاين اما خلاص اما شركه. واحد ملي ذكرت هاد الشركه، راه هذا حتى هو من اكبر المشاكل كيوقعوا فيه غالبا. هذه معروفه كلشي غيعرفها، اما تكون وقعت ليه اما كيعرف واحد وقعت ليه. واحد عنده واحد جوج بصاصات وكيكون خدام في وظيفه ولا خدام كيبغي يروجهم، اشنو كيدير؟ كيمشي يقلب على الحرايفي. هنا هذا هو الاكبر اشكال. يعني هو عنده الفلوس وتيقلب على يشارك معاه، ولكن تيبغي يكون حريفي. اي واحد، هذه راه كلشي دابا متفق عليها. عندك شويه الفلوس باغي تشارك مع واحد، شكون هذا واحد؟ حريفي. وهذا اكبر غلط. انت عندك فلوس كيحسب لك ان ذاك الحريفي راه هو اللي غيسير لك، والمشكل الكبير هو الحريفي كيحسب ليه هو قد بالتسيير. ملي كيدخلوا يخدموا الحريفي ما عندوش كونطابيليتي، ما عنده حتى حاجه، ما عرفش الهضر، ما عرفش يعني المقومات ديال الاداره ما عندوش. كيفتحوا الماكله ديالو زوينه وكل شيء، ولكن ما عندهم سيستم، ما حاطينش واحد النظام التسيير ما كاينش غاديين عليه. ما عندهمش كل واحد عنده لي طاش ديالو، عنده خدامين. اشنو الاشكال اللي كيوقع؟ هذاك الحريفي ما كيبينش للسيد الربح والخساره. علاش؟ حيت هو ما فاهماش. كتلقاه هو واحد كيدخل، وهذه اكبر مشكل، هي من اللي كيكون كيدخل باقي الا ما كانش خدام راه باينه. كيجي للشريك اللي هو مول الشكاره كنسميوه، خصوصا بالليل كيبان ليه المحل عامر، ما شافش هو المحل بالنهار راه كان خاوي. كيشوفوا عامر كيقول هذا كيدخل، وفعلا كيدخل البركه، ولكن ديك البركه بداك سوء التسيير ما كيعرفش فين كتمشي، ما كيعرفش شنو اللي داخل شنو اللي خارج شنو اللي فري وكذا. ما يعني خدام عشوائي وفين كيمشيو الفلوس ما كيعرفش. كاين بزاف د الاسباب، ماشي سبب واحد باش كيمشيو الفلوس. كيكون مشكل في التكلفه ديال السلعه، كتكون طالعه وعند راسو ودير التكلفه دايره 50% ولا 60%، كيقول عندي 40% تاع الربح، وهذيك 40% راه ما كافياش. خاص منها الخدامه، تحيد منها الظلمه، تحيد منها الكرا، تحيد منها الضرائب، تحيد ما غيشيط لك والو. حنا في الحساب اللي كنديرو الا درنا 30% حتى 35% ديال السلعه و70% ديال الربح، هذيك 70% فاش كنبقاو نحيدو شحال كيشيط؟ المخير كتشيط ليه 15%. هادشي الا كانت السلعه طايحه عليك ب 30 حتى 35%، ما بالك الا طايحه عليك ب 50 60. يعني راه الخساره راه كاين شحال من واحد كنعرفوا هادشي وقع علينا. حتى انا كنت شحال هادي فاش كنت صغير وكنفتح ما كنفهم والو. من 1990 حقا فاش بديت في المطاعم. اول مره نخدم 1990. تبارك الله، يعني عندك واحد 11 عام. وشحال من ولكن اول مره نفتح مطعم في 2010 باش فتحتي اول مره مطعم. يعني شحال ديال الخدامه دوزتي تقريبا؟ تبارك الله بزاف ديال، ما نحسبش، ولكن اقل حاجه تكون واحد 200. تبارك الله، يعني عندك واحد تجربه 200 واحد دازت. ولكن دروك ما عندكش دازت عندي كباترون، يعني خدمت في بلايص، يعني قبل ما نفتح انا خدمت شحال من بلاصه. ودابا الدور ديالك في هذه الخدمه دابا حاليا اش دير؟ الخدمه ديالي هي كنصحح المشاكل اللي كيوقعوا فيهم. حيت بنتي ليا جاي في الطريق، تركتي كازا، تركتي خريب ولا ما نعرف، هادو كلهم حتى جيتي لها قادير. هادو كلهم ناس عندهم مشاكل. اما انا اللي كيعجبوني بزاف واللي باقي اللي كيستشر معاه قبل ما يفتح، يعني اللي بغى يستشر معاه اغلب المشاكل هما كيكونوا قبل الافتتاح. واخا هذه ما طرحتيهاش عليا، حيت ربما الناس دابا تيسمعوك وبزاف تيسولوني واش النمره ديالك نقدر نخليها في الوصف ديال الفيديو ولا في الفيديو الا بغيت تواصل معك شي واحد ان شاء الله. الو ولا الواتساب؟ الواتساب
حسن الواتساب باش تقدر تشوف مع الناس، تقدر تمشي عند الناس، تقدر تمشي عند الناس نيت. كنمشي دابا راه دايز عارف غادي ترجع غير باش وصلت لاكادير راه من تطوان لطنجة، طنجة لمكناس، القنيطرة، لكازا، لهنا لاكادير، وغنرجع لمراكش، كازا، وهكذا الرباط، سلا الجديدة، قنيطرة ان شاء الله، عاد طنجة، عاد تطوان. تطوان مشروع ديال الدار، مشروع ديال الدار. والله الا المشروع ديال الدار. دابا النقطة الثانية، هضرتي على الحريفي، دابا الحريفي يقدر يبقى فيه الحال مزيان، ولكن السؤال ويسمح لي بزاف. لا هو ماشي مشكل لنا، حيت كاين الحل، ماشي مشكل ان راه لا كاين الحل ان شاء الله. دابا انا عندي الفلوس وبنجيب الحريفي، شنو القاعدة الصحيحة اللي خصني ندير؟ سهلة، حنا قلنا 3 المقومات: الفلوس والحرفة والإدارة. واحد عنده الفلوس، واحد عنده الحرفة، انا عندي الفلوس، خصهم يجيبوا الإدارة حنا عندنا سهلة بزاف. ياك الإدارة خصك تقادها من الأول، يعني كاين واحد دي سيستيم كيتحطوا لا في لاكيس لا في النظام التشغيلي، كيتحطوا في الأول يقدر يجيريهم أي واحد. ماشي ملي كنقولوا الإدارة يعني خص يكون معك مدير ماشي موظف ولا شي حاجه تيدير اللي غتخلصوا بالفلوس. خلص الفلوس في الأول، انفيستي في الأول، يعني شي بروغرام وتدير هذا دير ليه شي تيجي. كاين سيستيم تشغيلي اللي كيتصاوب، وكاين سيستيم الكونطابيليتي والاداره ديال المخزون والهدر وهذا الشيء كيتحط في لاكيس. هاد الجوج ملي كتصاوبهم في الاول اي واحد يقدر يستعملهم. نعطيك مثال، الا قديتي بعدا السيستيم تقدر حتى الحريفي ما عندك ما دير به، ماشي الحريفي اللي غيتشارك، الحريفيه اللي غتجيب، جيب غير دراري زوينين عاديين فايت لهم خدموا في الكوزينه، الله يجعل البركه. المثال اللي غنعطيك هو ديال ماكدونالد مثلا ماكدونالد هي الناس اللي خدامين تما واش حريفيه؟ تيجي وقت يقدر يكونوا غير طلبه ولا تيقراو ستاجير يقراو يلاه تخرج. فهمتي، تيهز الفري تيحطو تحت صافي هذه خدمته. المشكل الكبير هو داك اللي كيسميوه المناجر، يعني الجيرون. انا شحال من مره فاش كان عندي مطعم هكا كيجي عندي شي واحد عنده 22 عام ولا 23 عام كيقول لي انا الجيرون في ماكدونالد. السن ديالك امتى وليتي جيرون؟ مع تشوفو غتجيك غريبه، حيت باقي صغير. باش تكون مسير خصك تكون دوزتي واحد المده كبيره تتكون، حيت هادشي بالاكسبيريونس ماشي بالقرايه. لا هما ماكدونالد ما عندهم ما يديروا بداك اللي قرا وداك الحريفي، وما حاطين نظام كتمشي عليه. هذاك الجيرون شنو هو الدور ديالو؟ هذا السيستيم اللي في يديك مثلا محطوط تبعو، لا شوف واش الناس مطبقينه صافي سالينا كوبي كولي صافي. كتجي هاد لي طاش اللي كاينين ميزون بلاص واش واجده، كتراقب واش ما واجده بالطريقه اللي خصها توجد، والناس اللي خدامين واش كل واحد واقف في بلاصتو، حيت ما كاينش ماشي كتدخل الكوزينه وخدم. لا راه داخل عارف فين غتوقف، في البوان فين غتوقف عارفو. لاطاش اللي غدير ما كتبقاش دير بزاف، الكوموندات كيما بغا يجيو كتبقى واقف بلاصتو. وشكون اللي دار هادشي؟ السيستيم. واخا حنا ما نمشيوش بعيد، انا دابا الهدف ديالي هو اللي عندهم لي سناك نعتقوهم. هذه فكره واعره قلتي صراحه، وهذه اللي بغيت نوصل لهم، هذه اهم حاجه باغي نوصل. داكشي اللي بغيتك دابا انايا دابا واحد الناس يسمعوا، ما حد ذكرتيها مزيان. انا بغيت دابا الناس اللي كبير في الغالب ما اللي كبير ما تيحط فلوسو الا عارف على صحته بصح. دابا انا بغيت نحل السناك، انا عايش على قد الحال، كنت خدام في شي اوتيل ولا مع الفندقه. المهم انا جيت بغيت نحل، عندي واحد البركه، انا تنبغي نبازي ديما على المتوسطين ولا اللي لتحت. حنا نهضروا هادو بغيتك تعطيني انايا كي غادي ينجحوا وشنو هو السبب اللي تيخليهم يفشلوا. السبب بحال بغيت بدا مع ازيرو، انت بتحل محل، انا سيدي بنحلوا المحل. مرحبا. حنا ملي كنهضر حنا هذا الشيء كنت عارفه شحال هادي، ولكن كيجينا صعيب ان راه كاين واحد السيستيمات وكاين هادي، ولكن خاصين بالناس اللي لاباس عليهم والمطاعم كبيره. راه انت قلتيها خلينا من ماكدونالد، خلينا هذوك الناس خدامين صافي. الله يعاون الله يعاون. هذاك الشيء، هاد ماكدونالد نهار بدا وقبل ما يوصل لهذا النجاح كامل، باش بدا بمحل صغير، هذه معروفه. شكون السبب النجاح ديالو؟ السبب النجاح ديالو هو هذا السيستيم، هذا هو هذا النظام اللي نظم. حيت دابا هذا النظام من بعد غنشرحوه ان شاء الله، ولكن حنا نعرفوا غير النتيجه ديالو باش توضح الرؤيه. الا قديتي نظام هو كيتسمى النظام SOP، من بعد نشرحوه. الا قديتيه في المحل ديالك النتيجه شنو هي؟ النتيجه كتولي عندك السرعه يعني ملي كيطلب كتحط ليه الماكله ديالو، كتولي مبرمج السرعه. ثاني حاجه ثبات الجوده، وثالث حاجه النقص في الهدر، الغاسبياج، يعني ما كتبقاش السلعه كتمشي لك بزاف، لان كلشي بالغرام، كلشي محسوب. الهدر خدام لك انت كباترون، يعني كتربح فلوس. هاد الجوج هما اللي كيزيدوا بك للقدام، هما اللي كيزيدوا كليان، هما اللي باش كتوسع المشروع وتقدر تزيد فروع اخرى، وتقدر الى عندك السرعه
وثبات الجوده. هادو يعني مشروع ناجح 100% الا عندك هاد الجوج. دابا في الغالب هاد الناس دابا تيسمعوا تيتسناو واحد الحاجه تيتسناو. شنو هي؟ هو راه واقف بحال هذا الكاس هذا، خص غير اللي يحركوا. كي غيتحركوا بغى الخطوات 1 2 3 4 5 6 باش يوصل. هذا اللي دابا هو انا مازال اللي مازال ما بدا. دابا يعني انا بين نبدا. انا دابا تنفكر ندير مطعم. انا دابا تنهضر معك هشام بغيت ندير مطعم. اش خاص واحد مع هذا الفلوس راه كاينه. وشنو هو السؤال اللي تيطرحوا؟ اول سؤال شحال ديال الفلوس؟ معلم ما عندي ما نتسى. شحال ديال الفلوس؟ عطيني جواب. انت فاهم حيت دوزتي بعدا راه دوزتي واحد. انا كانت عندي قهوه وكذا وكذا. يعني راه الاسئله ديالك ولكن انا كريتها وتصنت في هذاك الصدار. خليه هو يداز على المشكل ديالو. والله الا بصح. اول حاجه نحاولوا نرتبوا باش يجي داك الشيء مزيان. وفعلا انت دابا بديتي تقريبا لا حيت نشوف الاولى اللي هي راس المال. دابا الراس ديال المغاربه بشحال غنبدا؟ حيت دابا كل واحد والخيال ديالو. فهمتي؟ نبداو مرحله بمرحله. يزيد بسم الله. اول مرحله هي كتبان انها راس المال، ولكن كاين واحد المرحله نسميوها فلسفيه شويه. فهمتي؟ ميتافيزيقيه ما وراء الطبيعه. كاين واحد الحاجه وانا كنظن نادرا ان هذا السؤال غيتطرح. هي الفكره، ماشي فكره المشروع. كذا المشروع كتسمى الكونسيبت. هي زيد بوحدها. هي كونسيبت كذا كونسيبت هي كتسمى فكره. لا الفكره هي نقدروا نشرحها بسؤال. اشنا هي الفكره ديال علاش باغي تفتح مطعم؟ دابا مثلا انت قلتي لي انا كنفكر نفتح مطعم. علاش باغي تفتح مطعم؟ بغيت الفلوس. جيتيني في داكشي اللي بغيت. بغيت الفلوس بلا بيع. النصيحه اللي عندي قبل ما نهضروا على داكشي الاخر، اللي عنده هذه الفكره ديال غندير مطعم باش ندير الفلوس، عنده جوج حلول. اما يمشي في حاله يشوف شي حاجه اخرى، اما يجدد النيه. اشنا هي هذه النيه اللي خصو يجدد؟ قبل ما نشوفوا شنو غيجدد، الا عندك الفكره انك باغي الفلوس، فنصيحه من عندي بزاف ديال المشاريع فيهم الفلوس احسن من المطاعم وما فيهمش صداع الراس. حيت الا كانت الفكره ديالك انك تدخل لهذا المجال باش دير الفلوس، غتصدم في الاخر وما غاتعطيش. حتى ملي غتجيك الحرب من بعد ما غتكونش موجد ليها. علاش؟ حيت انت كنتي كتسنى الفلوس. غتلقى الفلوس قلال، ماشي الفلوس قلال يعني تقدر تلقى فلوس. هو باش نشرح لك باش ما تزادوا الفلوس في هذا المشروع، باش ما كيتزاد الستريس. كما قال لي واحد السيد كان قال لي في تطوان، قال لي هذا المجال الا خلى لك الفلوس يخلي لك معاه السكر والطونسيون وجميع تيقولوا الامراض. هذا الشيء اذا شنو هو الصحيح باش ما يفكرش في الفلوس الا بغيت تدخل في هذا المجال ديال المطاعم؟ خص الجواب ديالو يقول لك انا كنحب هذا المجال. يعني يكون حبا باش يبدع فيه. وملي كيجيو الصعوبات كيكون مستعد يواجههم بداك الحب ديالو بداك الشغف ديالو. اذا اللي بغى الفلوس هي الفلوس ضروري يجهز المحل ويخلي شي واحد يسير ويرجع هو اللور يشد الفلوس. هذا باش ما يتبرزت معاه. واللي بغى يبدع في المحل يقابل شغالاته. حتى اللي بغى الفلوس بوحدهم الجواب ديالو كما قلت سير قلب على مجالات احسن من هذا. وحيد عليا داك الشيء كامل باينين. اذا اول حاجه الفلوس فيهم صراع واضحين. حيت هذا واخا هكاك ما واضحش، واخا كنهضروا على النظام وهذه كيبقى ديما صعيب. راه هادو اللي واصلين دابا وعندهم سلسله مطاعم في العالم، ها اللي عنده 3000 ها اللي عنده 4000 فعلا غاديين، ولكن راه ديما كيواجهوا المشاكل. اذا اول حاجه الفكره فهمنا باللي ان اول حاجه خصك تكون تتحب ذاك المجال. يعني انت باش تبدع فيه وكذا عاد تخليه مزيان. الحاجه الثانيه اللي كتسمى هي اول مشكل هو راس المال. واش الفلوس واش نفس الفلوس؟ واش بتعطيني بزاف د الحوايج. المهم راس المال الغلط اللي كيديروا الناس بزاف هو ان كيبدا يفكر في الكونسيبت وفاشنو غيدير قبل ما يحسب راس المال اللي عنده هو. يعني ما كينسقش بين راس المال وفكره المشروع. مثلا انا كتوقع ليا كيقول لي شي واحد باغي نفتح شي مشروع، كنسولو على راس المال كيقول لي واكاين شي بركه ونقدر نديباني ونقدر. لا، قبل ما تفكر في المشروع شوف واش غديباني، شوف شحال عندك الماكسيموم. واش عندك 5 واش 6 10 اللي كاين عندك باش هي تقدر تجري بها باش تفكر فيها. مثلا انا عندي 6 وكنشوف واحد المشروع هو طالع على مولاه ب 30 وبغي ندير بحالو. انا عندي الفكره ديال هذاك وهذا الشيء كنشوف انا عايشو. ماشي زعما غير كيعاودوا لي الناس. انا عايشو. انا كيقول لك عندي 6 المليون. كنت درت واحد الفيديو ديال 6 المليون بداو الناس عاطيني الشح. علاش كنقول لهم 6 المليون زعما ما فتحش مطعم. راه ما 6 المليون يقول لك لا خلي
الناس توكل على الله. لا هذه كاين اللي دارها كروسه وخدام، كاين اللي دار بصاره ما كنهضرش على البصاره والكروسه، تهضر على واحد السيد بيقوم بداك الشيء اللي بغاه هو. اصلا اللي كيجي عندي عنده 6 المليون، راه اول حاجه كنقول ليه دير شي حاجه صغيره، دير شي كروسه، راه انا كنصحهم بداك الشيء، يعني دير شي حاجه تكون بسيطه. بعد على الحاجه الكبيره لان غتوحل. واحد التعليق الله يذكر مولا بالخير، يعني من الناس المجربين فاش الناس بداو دوك التعاليق السلبيه ديال هي علاش 6 المليون ما تفتحش مطعم لا كذا، جاوب بواحد الجواب ضحكني، قال لهم انا 6 المليون خسرتها قرو فاش كنت كنصلح، والكلمه راه قالها صحيحه، انا فهمته. راه ملي كتدخل داك العالم ديال الاصلاح كيبان لك كلشي، كيقول لك لا راه شويه تجليش بجوج المليون ولا ما عرفت مليون، لا واحد لافا سلمتاريان راه غالي. واخا انا غادي نسولك، واخا ما كاينش في هذا، حيت تنشوف العقل ديال الناس كيفاش دابا تيفكروا. دابا انا عندي واحد 6 المليون كراس المال، وعرفت المحل غادي نكريه باقل ايمان 3000 درهم، مول الكرا تيقول لي خلص لي شهرين افونس، انا عطيت لي واحد 6000 درهم بلا ما تشد معايا الحساب، انا عارف نعطي امثله مزيان. انا جالس كنشد في الحساب. مزيان. انا سيدي كاع نقولوا خلصت لي انا مليون كلها افونس، قال لي هذاك مول المحل 5 شهور ماشي شغل وكذا، راه غير المكانه ديال الضوء والماء صافي نقولوا الا قلبتيها بسميت كان خصك واحد 3000 درهم. صافي حنا وصلنا المليون، بقات لي شحال؟ بقات لي 5 المليون. 5 المليون جبت لي معلم قاد ديال البلافون كذا كذا، راه مازال ما هضرت على الكراسه، مازال ما هضرت طق طلعت لي 2 المليون. شحال بقات لي؟ نقولوا بقات لي 3 المليون. انا 3 المليون تنشوف فيها. ملي جيت درت عمليه حسابيه، دابا انا قلت المحل جهزته، يعني صبغته غير درت ليه الديك غير الواجهه، قلت غادي نشري، قلت 3 المليون. جيت نحسب تلاقيت باللي المحل بالكراسات ديالو بالثلاجات ديالو بداك العجب ديالو كامل يبغي 15 مليون. فعلا. وانا عندي غير 3. واش كاينه شي طريقه ولا تنصح الناس شي طريقه ديال بحال الدعم، بحال مثلا الناس ديال الفلاحه مثلا تيجي تقول حنا نعطيوك كذا وحنا نشريو عندك مثلا، تيقول واحد الدعم، ولا كاين شي محلات زعما يديروا بالشيك الكريدي، ولا يعني اش تنصح انت الناس في هذا؟ دابا واقفين الناس على هذه القضيه، بغيتك تعطيني جواب عليها، انا بغيت ندير هذا الشيء دابا جاوب على السؤال وانا عندي غير 3 المليون. الدعم هو كاين، ولكن للاسف تقدر تقبل تقدر لا، وكيشد واحد الوقت كبيره. يعني الدعم في الماتيريال، يعني انا باش نبدا ذاك المشروع يقدر ياخذ 3 سنين ولا لا عندك عام تقريبا، عام تسنى انا باش ندير المشروع عام، وشوف واش تقبل ولا لا تقبل. اذا ماشي موفي زافير بالنسبه لي كاينش، هي فيها 10 المليون ديال الماتيريال معروفه، ما خدامش لي انا واقف على الخدمه. 3 المليون. كاين الحل الاول صعيب اللي خص تقلب على اللي يدخل معك شريك. الشريك قلتي ما خدامش. لا خدام، علاش ما خدام؟ لا تخاصموا انا وياه تيقولوا ما شاكل الوجال المشروع ديروا اداره زوينه، تقدر يكون شريك يتشارك مع يعني مول الفلوس يتشارك مع طباخ، ولكن الشرط يديروا اداره، يديروا واحد النظام اللي غيحكم عليهم بجوج. اذا الحاجه الاولى نكون شريك مع شي واحد مزيان. الحاجه الثانيه الحرايفي الا كان كيعرف الاداره مزيان، ما كانش غيجيب لي غيصاوب ليه الاداره وغيرجع له. اذا كلا الحالتين خصني شريك. شريك وغادي التنظيم ديال الوقت هذاك داخل في السيستم. هذيك حاجه اخرى هضرنا عليها. الحاجه الثالثه انت باقي ما جهز، يعني باقي ما الكونسيبت كيتسمى. هنا اصلا كنت غنجي ليه في الترتيب. زيد الكونسيبت، انت كتختار الفئه المستهدفه اللي بغيتي. مثلا بغيتي ناس متوسط، ناس اغنياء مثلا، بغيت نستهدف الناس الاغنياء. باش هتستهدفهم؟ كتستهدفهم بكونسيبت ديال الاغنياء. زوقت يعني على الاقل خصك واحد، انا شي ارقام غنبقى نقول بعض المرات كتجيهم غريبه، ولكن راه هي اللي واقعيه. شنو هي؟ اللي عايش في هذا الشيء راه عارف. مطعم ديال الاغنياء اقل حاجه خصو 200 مليون الفوق. راه قليله 200 مليون. انا بالنسبه لي ندير غير العقار. راه كاين اللي 200 مليون وما كيستهدفش الاغنياء. ديال اير بي اي بي. هي صحيحه. على اشنو قلت لك في الاول؟ انا الغايه الفلوس ولا اشنو قلت لك في الاول؟ هذاك عنده عشاق. الفكره الا كان عندك فكره الفلوس دير اير بي ان بي ولا دير اي حاجه، سير العقار. حضر بعد 4 ولا 5 ديال البارتنر غادي يهرب الشركه ديال غير شي عماره ودير فيها بيروات. ولكن كنهضروا كعاشق. عاشق يعني ملي غنحط 200 مليون ولا 300 راه عارف هذا الناس دابا انا كنحب هذا دابا تهضر على اللي بغى يتعامل مع الناس. هادشي كامل على ديك 3. بغيتي المتوسط خصو تا هو فلوس. عندك 3 وعندك محل نقي، استهدف
يعني الناس البساط. يعني مثلا كاين علاش غتستهدفهم؟ غدير لهم واحد الحاجه رخيصه بوكاديوس. هو كونسيبت رخيص. محل ديال المسمن اي والحرشه وهذه راه حتى هو كيتسمى. كاين واحد السيد الله يرحمه كنقولوا ليه فرماج فقادير. الله كان في طلبرشت كلينا عنده في التسعينات. هاد الفرماج هذا حتى لدروك مازال ما تلاقيت شي واحد تيدير بحال ديك الماكله ديالو، الله يوليه برحمه الله. محل صغير قد هذا سميتو، والمحل كما تنقولوا مكشتر. يعني انت الا كنتي ما عزيز عليك تتعفن كذا غادي عاقل عليه. وليني راه ما تيريتيش خدامه وتيدير 10 دراهم شويه 8 دراهم حتى 10 دراهم حيت شويه طلع. وليني الماكله ديالو راه تتاكلها راه. شكون اللي خلى دابا هذاك ودابا براس مال صغير حيت هو راس الخبز والطون والكاشي والبطاطا داكشي ماشي يحتاج. والمحل راه غير العود عادي ماشي شي حاجه. زعما شنو اللي خلى هذا دابا؟ واش الماكله ديالته ولا اشنو دابا هذاك؟ يعني علميا الا طبقتي الماركتين وطبقتي السياسه ديال الصحيحه في هذا المجال راه خدم كلشي صحيح. واخا ما عارف حيت هو تيجي سبحان الله العظيم. اول حاجه الموقع ديالو جا اختار، ماشي هو اختار الموقع، نقولوا الموقع عنده اختار واحد الكونسيبت اللي يليق لذاك الموقع. كانت المدارس تما حداه كثار والناس يطلعوا من البحر فهمتي وطريق البحر. المهم استهدف واحد الفئه اللي هي كاينه، ما استهدفش واحد الفئه ما كايناش ورخيص. والكونسيبت ديال المحل بديك العشوائيه وبداك سميتو كونسيبت رخيص، داير واحد الحاجه رخيصه. دابا هذا كان داير السوشي مثلا بهذاك بديك الشتيره اللي قلتي هذا شي جا حتى واحد وداير السوشي واش غيخدم؟ لا ما غاديش. هنا فين كنفرقوا. علاش نرجعوا لديك 3 المليون اللي قلنا؟ الا درتي الكونسيبت ديالها وتقدر تبرانديها. يعني كاين براندات عالميه انت تقدر دير براند ب 3 المليون. يعني الاشكال يقدر تكون عندي 6 المليون 5 ونخدم ندير بها مشروع ديالي وليني على قد داك الناس اللي غادي نستهدف. هذاك شي تعرف قدرك قادر كمزيان. وماشي ضروري ان تعرف قدرك انك دوك اللي غيديروا مشاريع كبيره غيصوروا احسن منك. انا كنعرفهم مزيان، ناس بداو ب 3 4 المليون مشاريع وكيصوروا فيهم اكثر من داك اللي ب 100 مليون. ماشي كاع ب 100 مليون كاملين، ولكن كنعرف ناس ب 100 مليون ما داروا والو. ملي خرجنا من هذا السؤال نرجعوا للموضوع. خلينا في راس المال. راس المال فيه جوج حوايج مهمين. اول حاجه هي الفكره ديال المشروع تكون قد راس المال، ولكن بشرط ماشي قد راس المال كامل. يعني نديروا مثال باش كتوضح. عندك 20 مليون، قبل ما تفكر في الفكره قسم ديك 20 مليون غتحيد منها الفوند غولمون، داك المال الرائج اللي كيسميوه واقيلا المال الرائج. واحد الفلوس اللي من بعد غتبدا تخلص فيهم الكرا، تخلص فيهم حوايج ما تعرف الا مازال ما تحرك. يعني ضروري خصها تخلي واحد لابار باش ما تصيدش. وغتحيد واحد شويه ماشي بزاف، هذه ضروريه ما قليل اللي كيديرها، كتسمى ديال الازمات. واخا قليله دابا مثلا 20 حيد منها غير جوج خبيهم ديال رمضان. هذه ديال ما نعرف والو، خبيهم ما خصهاش تبان. هذه هي مزيان ديال الطوارئ. وخلي شويه للتسويق وخلي شويه للسلعه. راه السلعه راه فلوس تبارك الله. راه اقل حاجه كنبداو بها في السلعه 15000 درهم 20000 درهم. يعني 20 الا حيدتيه جوج شحال غتبقى لك؟ بقى لك 12. هذه راه زعما راه مزيان. يعني درت معاك المزيان. يعني خليت لك الفلوس بزاف. مي نورمالمون 20 الاصلاح والماتيريال ما خصوش يفوت ديك 40%. يعني ديك 8 المليون ما خصهاش تفوتها. و12 غتخليها لهذا الشيء الاخر. انت غتبني المشروع على 12 ماشي على 20. راه كاين فرق كبير. يعني المحل حنا ملي كنهضروا على الكرا اللي غتخلص في الاول والاصلاح والماتيريال ما خصكش تفوت 12 باش ينجح لك ان شاء الله المشروع. هادو كلهم المراحل اللي غنهضروا عليهم عندهم علاقه باش المشروع يكون مربح ما يخسرش. هذه واضحه. غننتقلوا الثالثه. عندك راس المال، عندك حب لهذه المهنه، خصك دير كونسيبت. هذا الكونسيبت ما يمكنش نفكر في الفكره وانا ما عرفش الفئه المستهدفه اللي هضرنا عليها في ذاك المثال. كما قلنا الفئه المستهدفه كيحكم على راس المال. كان عندك راس المال قليل كتستهدف ناس بساط. عندك راس المال انت غادي وكل ما كان راس مال صحيح لان الانسان باش ما استهدفتي واحد عنده فلوس كثر باش ما خصك توجد ليه البلاصه ديالو. يعني الفئه المستهدفه قبل الفكره ديال الكونسيبت كتختار
على راس المال ديالك. حنا ما نعطوش مثال، يعني مول 10 غيستهدف صحاب 10، مول 20 غيستهدف 20، مول 100 غيستهدف صحاب 100. اش تيوقعنا حتى حنا في صناعه المحتوى نيت ياك تنهضر في هذا المجال ديال العمل من الانترنت. تنحاولوا ننزلوا النيفو، نهضروا مع الناس اللي النيفو ديالهم طايح، نهضروا معاهم في شي مواقع في شي حاجه بسيطه. ملي غادا تطلع النيفو كاين اللي تيتفاعل معك حيت ما فاهمينش. يعني دوك اللي لتحت، هذوك اللي تحت غادا تبغي تحاول زعما تطور راسك انت، تبغي تطلع راسك في النيفو، تتلقى داك الفيديو صافي ما تيتحركش، لان هذوك اللي عندك انت تهضر معاهم في شي حاجه اللي هما ما عارفينهاش، فتضطر انت ترجع للورا. ولكن هذه علاش؟ حيت هذا الدومين هذا كيستهدف هذوك، تيستهدف، ما كيستهدفش الاخرين. الا مشيتي تجبد الاخرين وتخلط ما صافي هذاك تيمشي، الاخر تيمشي، يا نبقى مع الصغار يا نبقى مع الكبار. يعني النصيحه اللي غنقولوا لهم، هذه نصيحه ديال الماركتين معروفه، اصحاب الماركتين راه غيعرفوها. عمرك ما تستهدف كل شيء، ديما كاينه ولا لا؟ قريتوها هذه واقيلا. عمرك ما تستهدف كل شيء، تخصص واحد الحاجه، تخصص واحد النيش. النيش كما قال. النيش هذاك. وكاين الصاب نيش عاوتاني. الصاب نيش، الصاب نيش هو بحال اللي قلتي النيش ديال النيش. الفيل ديال الفيل. يعني باش ما استهدفتي فئه اقل، باش ما كتربح اكثر. تماما. هذه اللي خصو يعرفوا الناس. اغلبيه كيبغي يفتح مطعم، شحال من واحد كيقول لي باغي نفتح، شنو باغي دير؟ كيقول لك سناك. كلمه سناك، ما شنو هي سناك؟ اشنو داكشي اللي دايرين الناس. هذه غنجيو لها في الكونسيبت ان شاء الله، نخليها كما قلنا. الفئه المستهدفه باش ما استهدفتيها تكون قليله، باش ما راه غتنجح. واخا حيدنا الفئه المستهدفه وراس المال، اشنو غنتبعوه؟ رابع حاجه من بعد الفئه المستهدفه وراس المال، رابع حاجه من بعد هذا الشيء اللي داز هي تبني براند. مزيان. راه كاين اللي كيعرف هذه المساله، وكاين اللي بعيد كيسمع البراند كيقول لك انا بعيد على الكلمه ديال البراند. تنصحوا بها الناس فعلا، ولكن يقدر يتصنت لي دابا شي واحد عنده محل ديال البصاره مثلا، البصاره في تقول لي براند بديك سير انت راه نجي نقول نهضر لي على البراند، يقول لك يقدر يكون سامع يقول لك اش بيني وبين البراند، وهو راه براندي اصلا بلا ما جايب الخبر، هو براندي. تيكون هو عند الناس مول البصاره، هذا هو البراند. هي تيكون معروف بشي حاجه. الهويه ديالك هو احسن من ذاك مول السناك اللي كيبيع كل شيء. حيت هو تخصص. شي ملي انت عندك سناك، ملي كيبغي يجي ياكل عندك شي واحد كيقول لصاحبو يلاه نمشيو عند ذاك مول السناك اللي كاين في البلاصه الفلانيه، عارف راسك راه ما ناجحش. خصك تقول ليه السميه فلان مع نذكر السميه والسميه ديال المحل ماشي ديالك. الا كيقول لك يلاه نمشيو عند فلان المجمعه ما خدامش هذيك ماشي، هذاك بيرسونال براندين، هذيك ديروا في شي محتوى ولا في شي حاجه. ولكن المحل باش يتبراندا اول حاجه خصو اختصاص. مول البصاره داير الاختصاص، مول الحريره داير الاختصاص، يعني هذوك براندات. التخصص افضل شيء، تخصص الانسان يتخصص كما كيقولوا في البراند. باش تعرف راسك براندي هو ان تشرح المشروع ديالك او البراند ديالك، تشرحه في جمله صغيره. مثلا عندك واحد المشروع قلت لك شنو كدير البصاره، الا ما كانش براندي كتبدا تشرح ليا بزاف، راه كندير كذا وكذا 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 وكذا، فهمتي؟ كتبدا تشرح راه فعلا الناس وانت كتشرح ليا وكتحاول تفهمني، تندير لي سيرفيس وصافي. هذاك ماشي براند. البراند هي نقول واحد الجمله صغيره كتفهمني. لوكاسيون، تندير لوكاسيون، تندير صافي. دغيا كتوضح البراند ديالك. لا هذيك الجمله ماشي كتعرف انها لوكاسيون، لا كتعرف ان ديك اللوكاسيون واش عندها طوموبيلات كبار، واش غير من ديك الجمله. ماشي انا كنهضر لك على هذاك سناك، يعني سناك راه ماشي براند، ولكن باش نعرف شنو عنده ونفهمو يشرح لي في جمله صغيره. ديال الفرماج، بحال الفرماج معروف فرماج، ما غاديش يدير لك لا براد لا قهوه. هذاك الشيء فرماج نقولوا ماشي اللي الاول. دابا كاينين دايرين فرماج هنا، ولكن حتى واحد فيهم ما جابش. ولكن واخا غير مجرد ان يقول لك الفرماج راه كنبيع بحال الفرماج، راه صافي كتعرف شكون كيجي عنده وكتعرف كل شيء. الكلمه ديال سناك غير كتبان لي انايا شنو هو النوع ديال البنادم اللي كيمشي ليه. لا كتقول لي ريستو، عاوتاني تعرف ريستو واخا سناك. لا سناك هو انا كيبان لي الفئه المتوسطه اللي كيمشي الفئه، ولكن ما برانديش. لا ما برانديش، حيت سناك فهمتي بزاف هذاك الشيء اللي برانديش. البراند باش ما خدمتيه مزيان راه احسن. براند يعني تخدم الالوان ديالو، تخدم الاسم
اللوغو يكون زوين، يخدم على البراند، يخدم عليه مزيان، حيت وقت البراند هذا ماشي ولا الناس العشوائيه. فهمتي، لوغو واضح، الالوان مثلا مزيان. السوشيال ميديا يعاونوا، السوشيال ميديا هذيك ضروري، هذيك كنوصلوا لها ان شاء الله. فاست فود عنده الوان مثلا الاحمر، الصفار، الخضر، تيكون عنده الصفر بزاف. المطعم الشعبي ما غيديرش الاحمر والصفر مثلا. المطعم الشعبي خصو البيج، المارون، شي حاجه اللي يعني هادو هما الالوان تلعبوا واحد الدور. كيكون الكحل الذهبي ولا داك الخضر الغامق وذهبي هكا مثلا، كل يعني حاجه مع الشوفه. يعني هنا شي واحد الا بيمشي بعيد خصو يحاول يمشي للناس ديال المتخصصين في هذا الشيء ديال كيفاش يطلعوا البراند، يعاونوه ولا يتعلم هو. اي مزيان، مشي يقرا شويه راه شات جي بي تي تبارك الله راه يتعلم. الا كان عنده الشغف باش يتعلم، ما عندوش يجيب الناس ويخلصهم. اللي عندهم تجربه. ملي نساليو البراند اشنو غنديروا، هي الكونسيبت كيفاش نطبق البراند، كيفاش نطلع داك البراند كان ملي كنصوبوه كهويه بصريه. التطبيق هو داك الكونسيبت اللي غندخلوا نشوفوا. يعني نطبق داك الشيء البراند في الكونسيبت، يعني في الاصلاح ديال المحل يعني الكونسيبت هو التطبيق ديال البراند. طبقوا عمليا، طبقوا في الحيوط، طبقوا في المنيو، طبقوا في الجلسه، في الماكله. هذا هو الكونسيبت. عطيني شي فكره باختصار شنو هو البراند باش يفهموه الناس. نقدر نختصروا لك في جمله واحده. البراند ماشي لوغو ولا الوان، البراند هو الصوره اللي كتبقى في الذهن ديال الزبون. دابا سالينا البراند، شنو هي المرحله الخامسه هي ترجمه البراند على ارض الواقع. حيت البراند كيبقى غير اسم وكيبقى صوره ذهنيه، خصنا نترجموها. فين غنترجموها؟ في المحل. باختصار، كونسيبت هو ترجمه الفعليه للبراند على ارض الواقع. شي مثال مدرج هكا باش يفهموا الناس. يعني مثلا فاش كنفكر في براند، كنفكر في براند ديال البرجر. الكونسيبت ما نجيش نصاوب كونسيبت وانا مازال ما عرفت البراند اللي غندير، يعني خصني البراند على الكونسيبت. ملي كتكون عندي البراند واضحه كنعرف الكونسيبت كيفاش غيكون. يعني الالوان اللي غندير في المحل ديال البراند، مثلا داك الاورانج، احمر، حاجه اللي كتمشي مع البرجر. ما نمشيش مثلا باغي ندير مطعم شعبي، براند ديال مطعم شعبي، وانا سبقت الكونسيبت قبل ما نعرف البراند، مشيت كندير يعني الوان ديال البرجر ولا ديال التاكوس. عاد جيت ندير البراند اللي هي مطعم شعبي، غنتصادم مع يعني الكونسيبت غيتصادم مع البراند. الحاجه السادسه شنو هي؟ من بعد الكونسيبت خصنا نختاروا الموقع. يعني الكونسيبت هو الصراحه الترجمه الفعليه للبراند، يعني خصنا نطبقوها. ولكن خاصنا المحل غير حنا كنحطوا كونسيبت، كنحطوه من بعد ما نلقاو المحل غنطبقوا الكونسيبت فيه، الكونسيبت ديال البراند. يعني نقدر نسبقوا الموقع على الكونسيبت، ولكن بحال انا سبقت الكونسيبت يعني باش يكون واضح انه عنده علاقه بالبراند. دابا غندوزو للموقع. يعني عندك جوج حوايج، اما كيكون عنده محل ديالو قبل ما يفكر يدير المشروع، يعني اما كيكون عنده راس المال كما قلنا وكيدوز من هذه المراحل. الا ما كانش عنده محل، فاحنا في المراحل راه غاديين بالترتيب. حتى كنكون عندي براند واضحه ويكون عندي كونسيبت واضح ومستهدف الناس الصحاح اللي جاوا مع هذه الفكره، كيبقى ليا نختار الموقع اللي غيجي مع هذه المنظومه هذه. يعني كيسهل عليا نقلب على الموقع، ما كنختارش اي موقع. الموقع كنهضروا على جوج حوايج، يعني الموقع والمساحه ديال المحل. كنشوف المساحه ديال هذاك البراند اللي باغي ندير والكونسيبت شحال بغات، حيت ما نقدرش نعطيو حلول عمليه. علاش؟ لان كيختلفوا البراند على حسب. حنا كنعطيو للناس غير ديك الخطوات اللي خصهم يديروا. يعني كاين اللي غيقول لك وما وضحتيش لينا مزيان، ولكن شكون انت باش نوضح لك؟ واش ما عرفتش راس المال ديالك باش نوضح لك؟ يعني الناس دابا عامه هكا وصافي، ما كيجلس معاك بزاف. هذاك الشيء قلت نخلي التليفون ديالك في الوصف ديال الفيديو ان شاء الله. مرحبا. باش الناس اللي تواصلوا معاك. طبعا راه خدمه داكشي اللي كاين مدفوعه، راه ما كاينش شي حاجه، فهمتي؟ انا بالنسبه يعني انا في الواتساب داير واحد المساله اللي عنده جوج اسئله 3 سؤال، ماشي مشكل. اللي بغى يعني تحليل حنا عندنا مشكل وكاين اللي ما كيقبلهاش تحليل، كنديروا واحد استشاره ديال 300 درهم بالضبط. غتخرج ليه ميساج كاع اغلبيه ما كتعجبوش، ولكن المشكل فاش كنتاسف بالنسبه لخدمتي انا هذوك الاسئله
ما عندهمش جواب، خصهم تحليل. اي واش دابا كيقول لك عندي مشكل كذا كذا، اشنا هو الحل؟ انا ما نقدرش نجاوبك، علاش؟ خصني نعرف اش من نوع الماكله، الموني، نشوف واش مربح ولا لا، خصني ندير حساب، نعرف بشحال كتشري السلعه وبشحال. كيقول لك مثلا انا عندي مشروع وكندير 6000 درهم في الروسيطه وما كيشيط ليا والو، خصك تلقى لي الحل. ما عنديش الحل هو تعطيني المعلومات كامله ونهز ورقه وستيلو ونبدا نحسب. واش فهمتك؟ كون غير عندي الجواب، انا اللي عندي الجواب كنعطيه ليه فابور، عندي جواب، ولكن انا ما عنديش جواب، خصني تحليل. اذا غياخذ ديال شي هذا المجهود، غياخذ المجهود تتلقى ليه الحل. اي وما قابلش هذيك الاستشاره اللي انا اصلا خصني نضرب مجهود ونحسب ونكالكولي ونشوف نقطه خصك تخلص عليها. كتجي وبغى هو اصلا كيحسب ليه واش لا ما راه هذا هو غتسولو غيجاوبوا. انا ما عرف شحال كاري، ما عرف شحال عندك ديال الخدامه باش نعرف انا هذا اش كتربح ولا خاسر. هذا هو المشكل اللي تنوقعوا معاه. تقول لك اش غادي توريني كاع، واش ديرها انت واخا باش ما نخرجوش على الموضوع. الكونسيبت اللي غدير، كاين كونسيبت بغى محل صغير مثلا، كاين واحد الكونسيبت ديليفري يعني ليفريزون. واش غنقلب على محل كبير؟ لا. واش غنقلب على محل في الشارع؟ لا، نقدر نخدم انا غير في السوشيال ميديا. محل صغير فهمتي، كراج صغير في واحد الزنقه وهذه وخدام ليا. غير خصني نضرب الحساب ديال ما نديرونجيش الناس بالموتور هذه نهضروا عليها في الكرا. يعني حتى هو يعني الكونسيبت هو اللي يحكم على الموقع. هذه واضحه واقيلا بلا ما نتشعبوا فيها، باينه هذا القانون باينه. كاين اللي عنده محل، هو اصلا محله هذا هو كيولي المحل هو اللي غيحكم ليه على الافكار، الفكره اللي غادي يدير، حيت على حسب المنطقه فاش كاين، على حسب المنطقه اللي كاين فيها. ما يمكنش يبيع الدلاح في واحد السيكتور ما تياكل الدلاح. يعني هو غيدير هذه المراحل، ولكن هذه المراحل غيكونوا مرتبطين هي اللي الموقع اللي كيحكم عليهم. يعني هذا بغى الفلوس، هذا بغى الفلوس. لا ضروري، هذا بغى الفلوس. حب هذا حيت الا عنده حب المهنه ضروري، اللي انا يقدر يدير فيه حاجه اخرى، ما عندهاش علاقه بداك الحب ديالو. لا زعما الا ما كيحبش هذا المجال المحل ديالو يدير فيه حاجه اخرى. حنا كنقولوا عنده الحب ديال هذا المجال وعنده الموقع، هذاك الفئه المستهدفه والبراند والكونسيبت وهذا كلشي عنده، ماشي انت اللي كتختاروا، المحل اللي كيختاروا لك. واضحه. ندوزو للكرا. الكرا هي هذا الكرا، هذا هو اللي صعيب، هذا هو بحال قلتي الانتقاله، بحال تضرب هذا الشيء كامل الا ما عرفتيش فين تكري راه ضربتي كلشي في الزيرو. واحد خرج لي البارح واحد الفيديو ديال واحد في تطوان كيدير الشاورما. الناس تطوان راه يعرفوا المشكل ديالو، سوري عنده مشكل مع الجيران وخسر الفلوس وهذه تيقول لي شي مرة ما نعرف كتخوي عليه الماء من الفوق. علاش؟ وما كيكون فيه الريحه ما نعرف. خرج لي فيديو البارح بالليل شوما كيشكي كايناش الدوله مشى شكا وداك الشيء وما كاين والو. الكرا خص الانسان يعرف يستشر مع داك المنظر اللي كاين من الفوق. اخر محل سديت بسبب الجوره، باغي تكري. هاد النصائح ضروري تاخذ بهم كنقلب على المحل اللي غيجي فيه الكونسيبت ديالي، اللي غيجيو فيه هاد المراحل اللي هضرنا، يكون فيه ديك الفئه المستهدفه اللي بغيت، ويكون فيه المساحه ديال داك الكونسيبت اللي باغي ندير. هذه واضحه. كنلقى المحل الاول، عندك واحد الخطه استراتيجيه خصك ديرها. كل محل شفت هذا المحل عجبني، ملي كيعجبني اول حاجه واخا يكون مول الدار غتمشي لاقرب ناس اللي فاهمين السيكتور، اللي هو مول الحانوت ولا الحلاق. المهم اي واحد اللي عرفتيه غيجيب لك خبر. وراه نصيحه لله، ماشي زعما جاب لك خبر راه جاب لك شي حاجه خايبه، راه واجب عليه يقدر يقول لك راه مزيان. في الاصل راه واجب عليه ينصحك ماشي يعني غيبه ولا نميمه ولا شي حاجه. فهمتي؟ كتسولوا على جوج حوايج. كتسولوا اولا على الجيران اللي الفوق واللي في هذا الجنب واللي في هذا الجنب واللي اون فاس، واش فيهم شي سوسه وحده واخا تكون صغيره بدل. ثاني حاجه تسول عليها السيكتور، المشاكل ديالو مع الدوله، واش كيجي واحد الفتره كيسدوا لهم بكري. انت مثلا الخدمه كتبدا من 11 حتى ل2 ديال الليل، هما كيجيو في واحد الفتره كيسدوا لهم مع 12، وانت اصلا كتشيفري في دوك 3 السوايع. يعني ملي تسمع ان راه مره الناس كيشكيو وكيجيو يسدوا، ولا بحكم السيكتور جا في واحد البلاصه خصو يسد بكري ولا شي حاجه، تسمع بحال هذا الكلام هرب. واحد الحاجه ما طيحش على الانسان يسول عليها، هما المنافسين السناكات او المطاعم اللي عندهم نفس التخصص ديالك، واش فيهم شي واحد كيادي الاخر؟ المنافسين صعيب هادشي، راه خصك تطلع على هادشي، راه خصك تولي راه قليل هادشي راه ضروري. انا دابا منين جبته؟ واش قريته في شي كتاب ولا شي حاجه؟ لا انا كنعاود التجارب ديالي. بزاف هادشي، بزاف ناس يعيشوا هذا
هذا الشيء من حكم التجارب ديالي، هاد 3 ضروريين. وكاينه واحده اخرى رابعه طاحت لي في البال، سول على داك المحل، حيت غالبا هذا المحل اللي عجبك في الغالب كيكون داز فيه شي 3 الناس نفس الاكتيفيتي، فهمتي؟ يعني حلابه سناك كيكون داز فيه هذا الشيء وما نجحش. تنعرف نيت واحد الجزار عمرو بغى يتحرك، وباقي تيجيو لي جزار دروك ما تيبغيش، حيت الناس ولات عندهم واحد الفكره صافي هذاك الجزار ما بقاش يمشيو عنده صافي. يعني سول على المحل، سولتي على الجيران، سولتي على المخزن، وسولتي على المنافسين، دابا سول على المحل. نورمالمون اول حاجه تسول على المحل، حيت هو واش باش يختصر لك داكشي المحل اش داز فيه. دابا كاينه واحد الفكره الناس تيقول لك اودي واخا دازو فيه 10 الجزاره، انا جزار من نوع اخر. هذه سبحان الله العظيم. كنلقاو فين كنلقاو هذا الجواب؟ كنلقاو عند مول المحل. كريت المحلات بزاف فهمتي؟ طلعوا لي السماسريه في الراس وطلعوا لي اصحاب المحلات في الراس. كتجي عند مول المحل دازوا 2-3 قبل منك، تسولوا ولا ما تسولوش، هو كيعطيك المعلومه، كيقول لك راه السيكتور واعر ولكن والمحل عاطي، ولكن اللي كانوا ماشي حريفيه باش انت تزعم ضربك تران. انت كتقول هذوك ماشي حريفيه، يعني انا حريفي والموقع وهذا الشيء راه غنعطي. هو راه هو قالب ديك واحد 6 شهور 7 شهور كلام مع كاع انه فخ. صراحه اغلبيه هذه بحكم التجربه، اغلبيه كيقول لك راه اللي داز ماشي حريفي، وكتدخل وكتلقى المشاكل. الكرا كيتساهلوا فيه الناس بزاف، كيعجبوا المحل كيغطس، فهمتي؟ يعني كيعوم بلا ما يلبس اللبسه ديال العومان. انت دابا كريتي المحل وكلشي داكشي داز مزيان بخير، وهذا اشنو من بعد هادشي؟ اول حاجه راه باينه الاصلاح، هذا كياكلوا فيه الناس لاصا. هنا فين كيمشيو لدرجه كاين شي وحدين زعما كيفهموا كيجيبوا الديزاينر، زعما راه الديزاينر تبارك الله الله يسهل عليه، راه كياخذ ولكن راه تعطيك حتى هو من عنده. ولكن يقدر يعطيك شي حوايج اللي ما غيربحوكش اصلا. المهم هو الزواق، فهمتي؟ ها الزواق زايد. يعني واخا يكون حيدتيه ما حيدتيش ما عليناش، ماشي هذا هو الموضوع. كتبازي على الديكور برا وكتنسى البنيه التحتيه. بزاف د الكراجات يوقع لهم المشكل ديال المشكل البنيه التحتيه. وفي الكرا نسيت واحد الحاجه هذه، خص تعرف واش عنده مشاكل في البنيه التحتيه ولا لا. بحال اش مثلا؟ يعني كيتسدوا دوك الروكارات ديالو، عنده مشاكل. يعني بني قديم كيوقع شي حاجه من الفوق لتحت، كيخرج لك كيقطر لك الماء من شي بلاصه، تيوقع هذه غنزيدوها في الكرا. مشكله صح، فهمتي؟ احنا ولينا في 5 الحوايج في الكرا. احنا قلنا مسائل مزيانه، امور كما قلنا. المهم تلاقينا الارضيه مزيان، ما بقى مشكل. خصني البنيه التحتيه ديال السناك، خصوصا في الكوزينه. الا كانت باقي ما تصوبات الكوزينه وهذه خاصك يعني تعرف فين التهويه فين غتديرها، والكوزينه تكون منفسه على الخدام. ان راه الخدام الا عطيتيه كوزينه سخونه غتهلكو وما منفساش راه ما غاديش يعطي، بقى يخرج يدخل تضربوا نيت البرد. النورمال ما غيعطيكش حاجه زوينه، خصو يكون منفس مهوي. انا شفت في واحد المحل كنت خدمته في الدشيره، ديك الدشيره الجديده، خدموا ليه ديزاينر ودا البركه ديالو. الكوزينه دارها تحت السده، ويعني بنا ليه السده، يعني كتدخل كتلقى الدروج الوسط، يعني تيطلعوا الناس الفوق. هذاك الشيء زوين، الشوفه برا زوينه، وفين كاينه الكوزينه لداخل ما عندها تهويه، ما عندها. وعندهم فرانت البيتزا، كندخل لك الكوزينه راه عرفتي انا كنتخنق. يعني ديزاينر وشوف فين دار لك الكوزينه خصك تكون حريفي تعرف فين ديرها. في حاله قدر الله صافي دابا تيسمع لك عنده هذا المشكل، واش يدير كليماتيزور يديروا يعني عنده الحلول اللي كتخرج يعني يقدر يعاود الحلول، ولكن غير ترقيعيه. يعني يرد لهم البال قبل ما يبني. علاش كنهضروا على المشاكل قبل الافتتاح؟ هي زيد هذوك مشاكل بعد الافتتاح. يرد البال الكوزينه على حسب الكوزينه، التهويه ديالها تكون زوينه. واهم حاجه هي الروكارات. ما خصش يدير واحد الروكار في واحد البلاصه، خصو يشوف واش لابونط كاينه. يعني حيت ملي غنجيو للنظام التشغيلي، من الاساسيات ديال النظام التشغيلي ان نيطواياج كيكون بالليل، تكونش بالنهار. داكشي ديال فام دميناج الصباح تجي تلقى الروينه ما خصهاش تكون. يساليها بالليل، ملي كيسالي كل واحد البوست ديالو كينقيه كيولي كيشعل بلا ما يجيب فام دميناج. واخا ما يعجبونيش شي حريفيه ما تعجبهمش هذه القضيه، ما يجيبش فام دميناج. فام دميناج كتجي للدجاج، كتجي لشي السياق ديال لاصال. الا كاينه لاصال، الكوزينه خصها تشعل. الكوزينه ماشي الكوزينه، طباخ براسو هو اللي يقاد بلاصتو، كيقاد بلاصتو. يعني سالي ولكن يقاد الزيت ما خصهاش حيت الزيت كتنتشر، وباش ما خليتيها باش ما كتصعب تحيد. يعني مع تسالي مع تكون عندك عاده تسالي دوز كل شيء عاده. يعني اي نهار كتجي كدوز يديك ريحه الزيت ما كتكونش. البنيه التحتيه كما قلت لك، علاش هضرنا على النيطواياج، خص تكون واحد الروكارات كيداروا طوال، هذوك اللي كيكونوا
كيكونوا بالانوكس لتحت وكتكون لابونط ليهم تكون باينه باش ملي كتبغي الدراري نيتوايو يدوزوا الماء وهما مغمضين عينيهم. يعني الماء تينزل ماشي ضروري فهمتي ما خصكش تعذبهم في النيتواياج. خصو يكون هو راه داكشي خفيف اصلا زربان. الفان سيرفيس هذاك خصو يمشي في حاله، خصو يدير واحد النيتواياج اللي يرتاح فيه، وباش يدير داك النيتواياج خاص الروغار يكون في بلاصتو كيكون الوسط الخدمه. وثاني حاجه ما يكونش السلعه محطوطه في حدا الروغار تحت دابا هي الكريه ها هو الفريتوز هذه وتحتها سلعه غادي تعذب فاز ميناج تعذب لا داك اللي بغى داك اللي بغى ينقي تيتعذب كيشوف داك الشيء ما كيقدرش يطلق الماء. خص تخلي كلشي باش تعرف المحل ديالك ناجح في النيتواياج وهو ملي تهز داك البريسيون ديال الماء تغمض عينيك وترش في التحت والفوق. رش عرف ان كل شيء غيهبط غيمشي للروكار. بحال الدش لا ماشي انا غنرش كاينه واحد الحاجه تما ما خصش يطرش، لا ما خصش تكون شي حاجه ما كترش عليها الماء. يعني يكون داكشي بالنظام بحال دخلتي الكوزينه ديال الدار ديالك تعرف باللي الارض راه ما فيها والو كلشي فوق البلاكارات كلشي. لا نورمالمون في الاصل السلعه ما خصهاش تكون في بلاصه الطياب لا بالنسبه للحراره لا بالنسبه لكلشي. الحاجه الاخرى اللي خص ثاني شنو كنوصلوا الماتيريال حتى هو فيه خسران الفلوس بزاف كيخسر الفلوس. هادو هما الجوج اللي كيخسروا فيهم الناس فلوس. يعني تنصح يشري ماتيريال بون اوكازيون كاين تيبيعوهم بون اوكازيون ديال برا ونقيين وتيبيع جديد. باش تنصح انت شنو كنصح بهم بجوج. غير كاين شي حوايج ما خصهمش يتشراو اوكازيون في الغالب هما ثلاجات المقالي وداكشي المقالي اوكازيون مال مزيان. بعض الخطرات الاوكازيون احسن من جديد تيكونوا ديال برا ما تلقاش تكون ديال الطاليان فريتوز مثلا طاليانيه وقديمه احسن من فريتوز ديال تركيا ولا ديال الشينوا. علاش بدو الثلاجات على حسب المطار على حسب استعمال الثلاجات. انا رجعوا للسلامه الغذائيه. الثلاجه خصها تكون بروفيسيونيل وتكون جديده. بروفيسيونيل باش تحافظ لك على البروده ديما فهمتي وتراقب ليها البروده. في الاصل راه خص يكون عندك واحد الماكينه كتراقب بها البروده ما تعتمدش على داك الحساب لان كتخزن فيها الماكله اللي غتعطي للناس. الماتيريال الغاز بحال الكري بلونش والفريتوز والبريس بانيني وهذا الشيء تقدر تشريهم قدام ولكن كونوا بروفيسيونيل. كاين الناس اللي تيبيعوا هذا الشيء باش ما شريتي البروفيسيونيل باش ما كتعذبش لان كيوقفك وقت الخدمه. فهمتي يعني في الاصل اللي مسك عليه الله وعنده الفلوس من الاحسن يشري دوبل. شنو باقي درنا هذا الشيء كامل راه تقريبا هادو هما المشاكل. اشنو كيبقى لك الصعيبه نسيتها كاع هي المنيو. المنيو هو من الحوايج الصعاب اللي الناس كيتهاونوا فيهم. هذاك المنيو تنجيو حنا تنجي نشوفوا هكا تنقول بغيت البيتزا انت ماشي مشكل ككليان وكمول المحل. هي شنو مزيان هذه النقطه باش تفهمها. كيجي واحد يعني ماشي الحرايفي مول الفلوس يجهز كل شيء كيعطي الفلوس في الديزاين في الماتيريال يجيب كل شيء وفلوس حتى المنيو. وتي اشنو كيدير كيجيب الطباخ كيقول ليه صوب المنيو اللي غتخدم به وهذا كيتسمى خطا قاتل. الطباخ ما عنده ما يعطيك. الطباخ كيعرف يطبخ والبلاصه منين جابوه هو داك الطباخ فنان ولكن ما عنده علاقه بالمنيو. ما كنهضروش على الشيفان الكبار الشيفان اللي كيتسموا في لي زوتيل الشاف اكزيكوتيف هذاك ما كيكونش طباخ. هذاك تيعرف هذاك ما كيحط يعني الايتيم كما كنقولوا ما كيحطو حتى كيكون مدروس عارف شحال كيربح فيه عارف الجرامات يعني هو تيكون تعرف يسير تعرف يعني المنيو هو كتسمى هندسه المنيو. شوف غير السميه اللي عطاوها الهندسه. وشنو خصو يكون المنيو خصو يكون مربح للمولاه. كيفاش عطينا الطريقه الطباخ شنو كيدير باش نحيدوا هذه ديال الطباخ؟ شنو كيدير الطباخ؟ كيدير لك كيكتب في المنيو داكشي اللي كيتقن هو ماشي داكشي اللي بغى المشروع. دابا الموقع والباترون الموقع خصو واحد الماكله الباترون خصو الربح. هذاك ما كيعتمدش على الموقع هو تيجي غير يخدم. لا هو مثلا كيتقن البيتزا. اذا انايا الطباخ اللي غادي نجيب ماشي غادي نقول راه الطباخ راه صافي حيت هو طباخ خصنا نختار داك الطباخ اللي تيطيب داكشي اللي بغى ديك البلاصه وبهذاك البراند ديالي انايا مثلا اللي بغيت. يعني المنيو نركز شويه على المنيو عندهم مالي. المنيو واحد شي بيدير على المحلابه مقلاد البيض راه كلشي تيطيب مقلاد البيض هذيك باينه. ولكن سناك راه غير باش تحط شكون غتحط للفوق شكون غتحط لتحت شكون غتحط على اليمين شكون غتحط على اليسار. راه هذه هندسه. نعطيك واحد الخلاصه ديال المنيو باش يفهموها الناس ديال الدومين. داكشي بالخشيبه الناس ديال الدومين يفهموها باش نوضحوا المنيو للناس خصوصا الناس اللي في الدومين كيفاش خصو يتخدم. غنديروه كجدول. تخيلوا انا عندنا واحد الجدول
فيه جوج خانات، ودوك جوج خانات فيهم كل وحده فيها جوج. وحده غنديروا فيها المبيعات العاليه، والخانه الاخرى نديروا فيها المبيعات المنخفضه. المبيعات العاليه كتقسم على جوج، فيها هما كيفاش سموها، كيسميوها كاين ستارز وكاين المبيعات البلو هورسز. هادو كيكونوا في المبيعات العاليه، يعني كيتباعوا بزاف. ستارز شنو هما ستارز؟ يعني النجوم. اسماء الصراحه النجوم هي باينه، اسماء الاخرين ما عرفتش على سماهم. ستارز هما اللي مبيعات عاليه، يعني كيتباعوا بزاف بحال تاكوس. والربح لا، والربح ديالهم كبير، يعني السلعه قليله فهمتي. تاكوس يقدر يكون عنده واحد سلعه كثيره، ما كيهمناش حنا، خصو يكون السلعه قليله يعني الربح ديالو كبير والمبيعات كبيره. هادو كيتسموا النجوم، يعني التكلفه ديالو قليله والربح ديالو كبير والبيع ديالو كثير. ندير ليه المينيو ديالو بوحدو. لا، خصك تعرف فين تحطو. علاش بالضبط؟ حيت هو ستار خصك تعرف فين تحطو، عنده واحد البلايص خصهم يتحطوا فيهم. ما فهمتش كيفاش، ولكن ربما انا ملي غنكمل غتفهم. الثانيه شنو هو هاد ستارز؟ باش تعرف ما خصكش تبينو في الواجهه. علاش؟ حيت هو كيتباع. اي واحد يجي يقول لك واش عندك تاكوس مثلا، واش ما عندك غيحتاج كاع يشوفوا في المنيو، واش عندك البلا. هو اصلا البراند ديالك البراند ديالك كتوضح ان عندك داك تتقول سناك سناك تيبيع برجر، تيبيع مثلا البراند ديال التاكوس. خصك تبين شي حاجه اللي التاكوس التكلفه ديالو صغيره، راه باينه انه راه غيتباع. فهمتك. يعني خصك ديما تحط لي حاجه، ماشي ضروري نحطوه في الواجهه. نحط شي حاجه اللي ما عارفينهاش الناس. كاين وحده المبيعات عاليه والتكلفه ديالو كبيره، يعني الربح ديالو قليله. الاول مبيعات عاليه ستارز، سميتو الربح عالي. الربح عالي وهو البيع ديالو خدام. المبيعات عاليه والتكلفه ما كايناش فيه. والاخر ثاني المبيعات عاليه والربح قليل، التكلفه كبيره. اش ندير؟ هذا ديما كنحاول نبعدو، نهزو نخبيه، نديرو شي ورقه اخرى. لا، هو منيو واحد، ولكن كنبعدو على الشوفه الاولى، حيت هو ملي انت كتهز المنيو كتشوف ديريكت في واحد البلاصه. هذيك البلاصه دابا اللي غيجي هو اللي خصو هادو المبيعات العاليه قلنا. كاين الجدول الثاني المبيعات المنخفضه، اللي هي الاولى سميتها البازلز، يعني الالغاز. هادو المبيعات ديالهم عاليه منخفضه والربح فيهم زوين. اذا هو خصو يدير فيه شي هذاك خصو يكون واضح في المنيو. يوضحوا، يزيد عليه شي حاجه ولا شي حاجه بحال هكا. يزيد عليه التسويق. ديما يحاول يسوقوا شي تصويره مزيانه، يكتب فيه شي حاجه. المهم يعتمد عليه في السوشيال ميديا، يعتمد عليه في شي تصاور فسميتو يبان. يعني انت خصك ديما هادو البازلز خصهم يبانوا يبانوا في الموني، في الهندسه الموني، ويبانوا تسويقيا. الاخرين هما المبيعات منخفضه والربح ما كاين، لا ربح لا راس المال. اذا خصنا نحيدهم هادو كاع. وشو السميه اللي سماهم الداكس، الكلاب. هذه هي السميه، على سماها والله اعلم. شي واحد ما كيحملش الداكس. هادو احسن حاجه هي تاليميناو من الموني، ما خصهمش يكونوا. يعني انت خدام جربتي، هو اصلا ما كيتباعش، يعني ما كيجيبش لك الكليان. 4 شهور ما تيشريهم حد، حيد عليا داكشي. في النورمال انت فاش كتصاوب الموني في الاول كتكون عارف هاد الربعه، واش فهمتي؟ هذه هي هندسه الموني. هندسه الموني من الاول كتحط هادو المبيعات العاليه والمبيعات المنخفضه، وكتكتبهم في الجدول، عاد كتبقى تهزهم وتحط كل حاجه كتحط. الناس اش كيديروا اللي ما كيعرفش ولا طباخ عادي، غير كيكتب تاكوس برجر ما تعرفش هو مازال ما عرفش شحال فيها الربح وكيكتب. اذا غادي نرجعوا لواحد الحاجه اللي هو طباخ وبيحل شي مشروع، يعتمد يحاول يجيب شي واحد اللي يجري ليه المحل ديالو، لانه هو حريفي في الطبخ ماشي في التسيير، ولا يكون طباخ ومشي يتعلم تسيير المحل عادي، حيت عادي كاين يعني ماشي قلنا صافي طباخ راه ما كيعرفش. كاين عندك جوج حوايج، اما سير تعلم والطباخ دغيا كيتعلم. تفكرني بواحد الصديق ديالي تبارك الله عنده الباكاج، يقدر يسمعني في هذا الفيديو وانا تنرجع ليه. قلت ما كاين شي مشكل تيحلو كما بغى يكون، طبعا في المجال ديال الويب ديالنا، ولكن مسكين باش يسوق لداك الشيء ديالو ما تيعرفش. ولكن عنده واحد الميزه زوينه، هو عارف قدره، عنده الباكاج وعارف عنده مشكل كيلتجأ لك فيه. هذا هو اللي صعيب، هو اللي كيقول انا حريفي وتندير وكنعرف كل شيء. انا كاينين دابا حريفيه كيجيو عندنا اكثر من 20 عام ديال الحرفه، وكيجيو كيخدم معانا كيقول لك انا حريفي، ولكن هذاك الشيء اللي كديروا نتوما راه ما عنديش. كل واحد التخصص ديالو. وهذا الشيء راه كان عندي انا اصلا كانت عندي الحرفه، يعني انا انتقلت للاداره من الحرفه.
فهمتك. ومنين جا هذا الشيء راه من المطاعم اللي كنت كنحل عشوائيا وما عرفتش العشوائي منين جيت، هذاك الشيء علاش تعلمت. يعني تتكون خبره تتكبر معك كتكبر، ولكن انت مشيتي تعلمتي عاد فهمتي. فهمتك. الا ما تعلمتيش راه كتبقى غير طباخ، شاف ولا ماشي شاف راه كتبقى طباخ. واخا واش باقي شي حاجه قبل الافتتاح؟ لان تنعرف بلي الافتتاح هو اخر حاجه. مزيان، راه عندنا شويه ديال المعلومات. اغلبيه يقول لك صافي راه هادشي اللي كاين، ولكن كاين اهم حاجه اللي هي العمود اللي غيوقف عليه المشروع، اللي هو نظام الاس او بي. اس او بي هذا كيتسمى فكاك الوحايل، فكك المشاكل، هو اللي كيفك المشاكل اللي غيجيو من بعد. الا كان هذا النظام مقاد راه من بعد غترتاح. يزيد اللي هو الاس او بي ستاندرد اوبريتين بروسيدور، بالعربيه اجراءات تشغيل المعياريه. هذا النظام منين جا؟ هذا النظام ما كانش معروف، واخا هو قديم. المهم الاصل ديالو باختصار هو جا من الجيش، غالبا واقيلا الجيش الامريكي. علاش؟ حيت اول مطاعم خدموا به هما المطاعم الامريكيه. هذا النظام ماشي خاص بالمطاعم، داروا كل شيء، يعني قطاعات بزاف اللي كيكون فيهم تشغيل مرون، يعني ما كتحكمش فيه بزاف. كيحطوا واحد النظام اللي هو ستوندار، يعني كل واحد كيعرف لاطاش ديالو وكتكون مكتوبه وبالتوقيت ديالها وبكل شيء. يعني هذاك الشيء اللي غيدير كل خدام كيكون مكتوب، اي حاجه غدار في ذاك المشروع كتكون مكتوبه بالتدقيق. واللي معروفين دابا به هما هادو اللي قلنا ماكدونالد، KFC، دومينوز، هادو كلهم سر النجاح ديالهم هو هذا النظام. هو اللي خلاهم يتوسعوا بشكل كبير، حيت باش تكون عندك 5000 6000 فرع كيفاش غتسيروا؟ كيسيروا هذا النظام. وهو باش كتباع الفرونشيز دابا حاليا، ملي كتسمع واحد المطعم بغى يبيع الفرونشيز، اشنو غيبيع لك؟ كيبيع لك السميه اللي غتعلق والديزاين والكونسيبت، ولكن اهم حاجه الا عطاك هذا الشيء وما عطاكش الاس او بي ما راه والو. النظام ديال داك باش خدام باش غتمشي بقات في السميه. هذا هو اهم حاجه. الا حطيتيه من النهار الاول راه كتحيد عليك مشاكل بزاف بعد الافتتاح، ومن بعد نهضروا عليه نفصلوا فيه اكثر. شي موضوع اخر هذا حيت خصو تفصيل كبير. لا نخليوه الموضوع اخر ان شاء الله. المهم هو واضح شنو كي يعني راه واضح هذا النظام هذا اللي شنو خصو متخصصين فيه الناس ديالو اللي قراو عليه، ولا مول المحل يمشي يتعلم كيفاش يشد واحد العام ولا عامين يدير كورسات ويدير هذه تيتعلم ويصاوبوا. ما بغاش يخلص كاين مالي واخا للاسف كيجيهم صعيب يخلصوا هذا النظام. شحال تقريبا على حسب سميتو المساحه ديال المحل، على حسب المنيو، على حسب اللي عنده اجراءات تشغيل كبيره. وهذاك تيجي يجي عنده ديما تيشوف ليه داك لا هو كيعطيه نظام، تيقول نظام باش تخدم. هذاك النظام يشدو اي واحد واخا ما فاهمش كيمشي عليه، يعني كيكون في القانون الداخلي ديال ماكدونالد. بحال داك الجيرون اللي هضرنا عليه، الجيرون اش هز هو راه هز نظام الاس او بي. فهمت. ومن الاحسن حنا كيفاش كنخدموا كنعلقوا في الحيوط، واخا شي واحد طاش كتكون معلقه، ماشي كلشي عنده الفلوس. بغى النظام ديالو كيفاش تيشوف هو تيجرب ولا خصها تنصحو يمشي يتعلم عند الناس ولا يمشي يشوف كيفاش باش يتعلم، ولكن خص تكون عنده خلفيه، يعني يكون حريفي. سبق ليه خدم حريفي سهل عند الناس. الحريفي سهل يتعلم، يعني مثلا الحريفي يقدر في مده ديال 6 شهور يفهم نظام الاس او بي مزيان ويصاوبوا راسو. ولكن واحد ما عندوش خلفيه في الدومين وبغى يمشي ديريكت للاس او بي راه غيقدر يتعلم، ولكن في التطبيق ما عندوش واحد الخلفيه، فهمتي؟ لانه هذاك النظام ما كيتبناش هكا، كيتبنى بكيفيه، حيت هو باش نشرحوا هذا النظام هو البرودوي ملي كيدخل للمحل وانت كتكتب ليه المراحل كامله اللي غيدوز فيها حتى يوصل للزبون بالتفصيل. يعني دخل كيفيه باش يدخل، فين غيتخزن، والطريقه باش غيتخزن، من بعد كيفاش غيتحضر التحضير الاولي اللي هو الميزون بلاس. وهذه هي اهم حاجه في الاس او بي، يعني كتشد واحد الوقت كثير. يعني التحضير خصو ما يكونش فيه هدر، يعني تجيبو قريب للخدمه ديالك باش ما تباتش لك السلعه، باش ما هذه يكون كتعرف تخرج الاول من الاخر، طريقه التواريخ التخزين والجراماج يعني والصوصات كيفاش غيخرجوا. المهم واحد العلم في ذاك الميزون بلاس، واحد العالم درجه الا بغيتي شاف يكون عندك في المحل ديرو في ميزون بلاس. بزاف كيجيبوا دري عادي للميزون بلاس، والشاف الكوزينه كيحطوه كيقدم الاطباق. لا، الشاف هو هذا اللي غيصوب لنا الصوصات ولا غيصوب لنا ديك المريقات، هو اللي معلم، هذاك هو اللي خصو يكون معلم. المهم كدوز الميزون بلاس، يعني كتكتب عاوتاني كيفاش غيدوز للناس ديال اللي كيطيبوا. هادوك فاش كيدوز للناس
كيطيبوا خصك تكتب لهم المراحل كامله والفيش تكنيك، كل وجبه خصها الفيش تكنيك ديالها ويكون واضح ويكون معلق. حيت شحال من الناس كيقول لك وانا قلت لهم يديروا 100 غرام ما كيديروهاش، لا خص يكون الفيش تكنيك كامل مكتوب فيه. يعني ملي كنقولوا مثلا برجر خص تكون دير تصويره ديال الخبز ودير تصويره ديال الخس فين غيكون ودير هذه كل شيء باين. اي واحد يعني انت كتصاوب برجر هو كيشوف فيك كيراقبك، داك البرجر كيراقبك باش انت تتبع معاه. وكاين حوايج، كاين شي حوايج غيطول الفيديو شي قوالب باش يلتزم الخدام بالفيش تكنيك وبالنظام التشغيلي. هادشي حيت كيقول لك راه كنقول لهم ما كيديروش. فهمتي؟ هادشي غنديروا في شي بث مباشر ان شاء الله. كاين عقوبات، تحفيزات، فهمتي؟ كاين بريمات، كاين بزاف الحوايج اللي كيشجعوا الخدام باش يطبق. وهي غاديه يعني كدوز اصلا قبل الطياب يعني الكيسي كيفاش يطلب، كيفاش يهز هذاك التيكي، كيفاش كل شيء مكتوب. يعني هذاك النظام خصو يتمشاو عليه، كيفاش يتجمع في الباكاجين ديالو، كيفاش يتعطى للزبون، كل شيء. حتى كيخرج الزبون كتكتب كل شيء. كاين اللي كيحسبوا غير كتكتبوا، لا راه كتكتبوا بواحد الطريقه اللي يكون سريع والجوده تبقى مدى الحياه، ماشي تبقى العام كامل. فهمتك. مدى الحياه هذاك السيستم خصو يخلي واحد الجوده ثابته. البارح شفت واحد خرجت لي واحد المقوله هنا، قال لك رغم هذه الارقام، المهم كان الموضوع كبير، تتوقع المندوبيه الساميه للتخطيط هذه في المغرب سميتها الاتش سي بي نموا في القيمه المضافه لقطاع الفنادق والمطاعم بنسبه 6.6% في 2025 مدفوع بديناميه السياحه واستعداد للتظاهرات. ما كيهمناش هذا يعني أن السوق يتجه نحو الاحترافية، حيث تخرج المطاعم العشوائية من السوق. حيدوها. اشنو هي المطاعم العشوائية؟ اللي ما عندهاش نظام. وتبقى تلك التي تتبنى أنظمة تشغيلية. دابا هذا النظام اللي مازال ما كيعرفوه الناس، الدولة ولات كتهضر عليه. ورقمية حديثة. نصيحة للمهنيين في المغرب، هذه دابا المندوبية اللي كتهضر، تشير البيانات إلى أن 80% من المطاعم المفلسة لم يكن لديها أي حضور رقمي أو موقع إلكتروني. الرقمنة وضبط التكلفة الغذائية، ضبط التكلفة الغذائية داخل في النظام، هما طوق النجاة الحقيقي في السوق المغربي المحلي. يعني باش ما حيت كاين اللي غيتصنت غيحسب لي حنا كنهضروا على خدمتنا حنا ولا هذه انت صحاب واش بتبيعوا السلعه. راه الدوله ولات كتهضر على هذا الشيء. ضروري ولا شي حاجه بزيز عليك. يعني هكا كلشي محرك صافي. هاد الجوج، خدمتي النظام وخدمتي التسويق، كتبقى انت شحال بغيتي دير مزيان ساهل. ما كان ماشي بحال شحال هذه. الامور واضحه دابا. واضحه دابا الافتتاح نديروا به القفل هنا، نديروا به النفاخات كحل وصفر ولا ما هذه. المهم قضيتي غرض باش ما بعد بنادم من ديك الهيلاله بزاف فيها خير. كاين واحد استراتيجيه قبل سميتو كنصح بها الناس بزاف. انا كنخدم بها شحال هذه مع الناس، وفي المعرض ديال الفرونسيز اللي كنت فيه الناس اللي جلست معاهم كيديروها. يعني هي كاينه، كنت كنديرها من راسي. هو الافتتاح التجريبي، هذا مهم. هذه نصيحه كنعطيها لاي واحد بغى يفتح مطعم، غادير افتتاح تجريبي. افتتاح تجريبي انا الفكره اللي كنصح بها ماشي هي اللي لقيت في الفرونسيز. الفرونسيز كيديروا افتتاح تجريبي ليفريزون فقط، يعني كيديروا تسويق وكيخدموا مع المواقع ديال مثلا جلوفو ولا سميتو، وكيخدموا لداخل. يعني حتى دوك الاخطاء وديك دخل فيا ندير هذه، واخا حيت واخا دير النظام راه ضروري يكون فيه اخطاء. يعني احنا ملي كنصاوبوا نظام ما يمكنش ما كنصاوبوش صحيح 100%، ولكن ملي كيبداو خدامين كيقول لك راه كاين واحد الخلل هنا تنصحوا. يعني ضروري تدخلوا هو التيران، كيتسمى سيرفيس ابري فونت، راه داخل في. قبل ما نبات ماتش كبير تندير اميكال. هذاك اميكال انا تنجري فيه اللعابه كل واحد فينا نحطوا في لابونسونطر واحد كنبقاو. وعاوتاني واخا يكون النظام نيت زوين، الدراري باقي ما مولفين. خصني نختار ليه، فهمتي؟ مثلا لاصوص كتكون هنا، المواس كيكونوا هنا، شي حاجه كتكون هنا. ملي كيبغي يخدم يديه ما مولفاش. يا خصك تختار لهم البلاصه تكون سهله لهم. لا اعطيهم داك الافتتاح التجريبي يترينيو فيه باش ملي يجي نهار الافتتاح اللي غتكون فيه تسويق وبروموسيون، كتكون فيه واحد البروموسيون كيكون تسويق وكيجيو الناس كثار، كتكونوا مستعدين. يعني كلشي عارف بلاصتو، بوزيسيون ديالو، عارف اش يدير. اما الفكره هذه اللي استفدت منها في هذا ليفينمون، اما الفكره اللي انا عندي اللي كنصح بها الناس بزاف، هي واحد اللافته
خدم دير الكراسه ديالك، دير كلشي سيرفيس كما هو. المهم اللافته كبيره، يعني ملي كيجي كيتسمى افتتاح تجريبي لمده 7 أيام مثلا. يعني هو داخل عندك عارفك خدام، ولكن الا شاف شي غلط كيتفكر انه افتتاح تجريبي. يعني يدير افتتاح كيعذرك. تيقول هذا غير افتتاح. هو بعدا تيتلاقى البيليكي فابور، بعدا تيقول ما فيش البيليكي الافتتاح، ما فيش الفابور في الفلوس. لا غادي تيكون من الاحسن ما يكونش فيه بروموسيون كاع. اللي كنصح بها انا علاش يكون افتتاح تجريبي، كيدخل الانسان كيجرب كياكل عندك، ماشي تجريبي 50 60 35 درهم 35. ما كاينش عادي موني عادي. من الاحسن الا بغى الانسان يمشي مزيان ما يخدمش الموني كامل، مثلا يقسموا على 3 مثلا. غير هادو افكار عندي. 30% يخدم بها يومين الاولى، يومين الثانيه يزيد ديك 30% الثانيه باش ما يكثرش عليها. يومين الثالثه ولا 3 ايام، يعني باش تكمل ديك السيمانه تكمل لك المنيو كامل. هادو راه نصائح ديالي، ماشي يعني يقدر اللي عنده احسن يدير احسن. فهمتك. بلاص ما دير بروموسيون دير شي هديه، يعني ملي كتسالي تعطي شي رايب ولا شي كتعطي. المهم واحد الكاس ديال الرايب تاعك حتى نمشيو عنده كيخلص تعطيه 2 حوايج. تعطيه الاولى هديه، الثانيه مهمه تاهي زوينه، اعطيه يعني فين يعمر لك الفيدباك، يعني يقيم المحل. يقول لك اش عجبني اش ما عجبنيش. مزيانه هذه الفكره، مزيانه. السيرفيس، الجوده، فهمتي هذا المهم. الجلسه، التهويه، الضوء، اي حاجه قدرتي ديرها. ويكروشي نعم لا مثلا، فهمتي. وهذوك الملاحظه هما راه كيعجبوه انك اصلا كتكبر به. يعني انت كيهمنا الفيدباك ديالك، فهمتي. كما تهضر معاه بالهضره باش ما تكثرش معاه، حيت انا تعرف باللي الزبون خصك ما تصعبش معاه. هذيك صافي الزبون مهمه. غير انا هذه نصيحه دابا عطيتيها بقى يتفلسف عليك، واش فهمتي. بقى يقول لك لا هذه اللهم كيسع هذه لا زوينه. يعني هو من الناس اللي غتبني، هو كيحس انه من دوك الناس الاولين اللي باغي تبني بهم مشروع. اذا يعني الراي ديالو مهم باش هذا المشروع هذا يتوسع. الحاجه الاخرى فهمتي. وهديه، هذه الهديه باش تخلي القيمه ديال ديك الماكله في بلاصتها، وباش تعطي قيمه للبروموسيون اللي غدير في الافتتاح، حيت انت في الافتتاح غدير بروموسيون ضروري. فهمتي. الا درتي 7 ايام ديال البروموسيون وجيتي لنهار الافتتاح ودرتي بروموسيون ولا شي اوفر، فهمتي ما عطيتيش قيمه. خصك تعطي قيمه. باش تعطي قيمه خلي هذاك وعطيهم هديه. خلي نفس يقول لك انا كليت ب 30 درهم زوين، ولكن راه النهار الفلاني راه غيكون فهمتي 50% شي حاجه بحال هكا. المهم كل واحد وكيفاش تيخدم. هذاك الشيء استراتيجيه ديال الانسان. هذه اللي قلنا. هذا يعني اما دير ليفريزون اما دير افتتاح عادي. من بعدو كيجي نهار الافتتاح. نهار الافتتاح انت كتكون مسوق ليه اصلا. كلشي الناس يجيو ما كاينش باقي عارفين الناس داكشي. لا انت كتسوق ليه قبل الافتتاح، كتكون مسوق ليه سيمانه قبل. وفي التسويق عارف ان الناس انك فاتح يعني من نهار فلان راه كما كيهضروا في السوشيال ميديا كيقول لك ستوري تيلين. خدم ستوري تيلين، يعني بني قصص. احنا فتحنا افتتاح تجريبي، اجيو ذوقوا عندنا وعطيونا الفيدباك ديالكم، راه كيهمنا باش نديرو. وراه ان شاء الله من بعد اسبوع غيكون افتتاح كبير وغيكون فيه بروموسيون وغيكون فيه فهمتي. انتظروا المفاجاه. انت كتسوق لهذا وكتسوق به نهار الافتتاح. الافتتاح مزيان يكون ضارب، ولكن بشرط ما تخدمش نهار الافتتاح بالموني كامل. هذا يعني حاول الموني تختار دوك اللي هما مميزين عندك. هذاك الشيء اللي باغي تبراندي به بالمحل، ودوك اللي عندك فيهم واحد لا فالور اجوتي، قيمه مضافه يعني على السوق. حيت هادشي ما هضرناش عليه حتى هو نسيتو. باش الفكره تكون عندك زوينه، الموقع اللي غتكون خص تكون فيه قيمه مضافه. الا ما عندكش قيمه مضافه لاش غتحل؟ لاش غيجيو عندك الناس هما اصلا كياكلوا عند فلان وكياكلوا عند فلان؟ لاش غيجيو عندك انت؟ فهمتي. هذه نزيدوها. يعني هذيك القيمه المضافه اللي اصلا انت عندك حاول هي علاش تبني. حنا غنديروا كذا كذا. هاد الوجبه راه غتكون فيها مثلا 50% 30%. المهم وتقنها مزيان. وعلاش غتكون غير بوحدها ولا 2 حوايج على حسب داك الضغط اللي غيكون كثير. تخرج واحد الحاجه زوينه، وثاني حاجه تخرج سريعه. كاين اللي كيدير الافتتاح بموني كامل، واحد طالب هذه واحد طالب هذه واحد طالب هذه واحد طالب هذه، والدراري باقي ما مترينين. وكاين اللي ما دايرش هذا الافتتاح التجريبي. كيصدق. كاين اللي كيهربوا ليه الناس، حيت هما الناس الافتتاح اش كيجي باش يجربك، يذوق داكشي كيدير، ماشي جاي باش يفرح معاك. ومن تما كيحكم عليك. يقدر من هنا
خلال السيمانه قد الامور ديالك وتمشي مزيان، ولكن داك اللي جا عندك نهار الافتتاح ما يجيش عندك ملي تقاد، حيت هو حكام عليك صافي. خصك داكشي داك الاول هو اللي وباش تقنو ما خصكش دير المنيو كامل، دير واحد هذه ووجد الميزون بلاص مزيانه وخا تشيط، المهم هذا كيتسمى كله تسويق، وقاد الامور ديالك ويمشيو الناس فرحانين، الغد ليه كترجع للمنيو ديالك وكتبقى غادي. دابا سالينا كلشي، سالينا المحل، شتنا كلشي، بقات اخر حاجه واش كاين شي مشكل يعني بعد الافتتاح بعد الافتتاح شنو هو المشكل اللي تتعرض ليه؟ انا على حسب اللي شفت، الا ما صوبتيش الا ما نظمتيش راسك قبل، راه من بعد كيكون كله مشاكل. هذيك باينه، هذيك واضحه، الاساس ديالها في الحياه كلها. يعني قدينا براند واقعيه، كونسيبت زوين، اللوغو داكشي كلشي المني واعر، نظام تشغيلي زوين، الموقع كلشي هو كلشي التسويق. وافتتحنا، واش نقدر نطيحوا في شي مشاكل ولا لا؟ نعم. المشاكل اللي كيبان لي نقدروا نطيحوا فيهم هي التشغيل، يعني الخدامه. المشكل غيكون عندك مع الخدام، مع البشر. يعني دابا انا درت واحد السيستيم، غادي يدير فلان، غادي يدير فلان، صافي. انا نورمال ما خصوش يكون عندنا في الاصل. دابا كاين اشنو، وهذه نيت باش يعرفوها الناس اللي بغاو يخدموا هذا النظام. راه الا خدمتي النظام ديال التشغيل راه ماشي ان راه 100% ما غيبقاش عندك مشكل. اذا تنظن باللي ان اي خدمه كما بغات تكون ضروري من السلبيات والايجابيات. ضروري. وخصوصا في الحاجه ديال اللي البشر كيبقى بشر. فعلا ضروري كيخرجوا لك عراقيل من هنا ما يمكنش تحكم في كل شيء. واكبر دليل يعني الشركات الكبار اللي كيكونوا منظمين وكل شيء كيكون عندهم واحد المدير ديالاش، مدير ديال البشريه، زيد الموارد البشريه. الاتش ار كيقول لي الموارد البشريه. هذا شنو هو؟ مدير وكيتخلص مزيان من الشركه، يعني مانفيستيا فيه الفلوس الشركه باش تدخل منه. اش كتدخل منه هو؟ شنو هي خدمته؟ والو غير كيقاد الخواطر، تيصالح بين الناس، كيقاد الخواطر، ما عندوش علاقه بالتسيير، ما عندوش علاقه انت البوست ديالك خصك دير هذه، لا هذاك الشيء المدير ديالو هو فيما كان شي مشكل خصو يحلو. ماشي ضروري غتجيب مدير في مطعم صغير، ولكن انت تعلم كيفاش، ما تسناش واحد يعلمك. هذه ما فيها السيستم، ما عندك ما تبيع فيها هذه. زيد السيستم غتشريه، ولكن باش تتعامل من بعد مع الخدامه انت خصك تكون سياسي وتعرف. اذا هذا هو المشكل اللي غادي تلقى، يعني انت قاعد كل شيء مع البشر في المخر. يعني انت كل شيء ماشي غتلقاه كبير. الا عندك نظام تشغيلي راه كل واحد عنده اللاطاش ديالو واضحه، وكيكونوا عقوبات، كيكونوا بريمات. يعني ضروري العقوبات، يعني ماشي غادي تظلموا ولا شي حاجه. ما يمكنش تخدم بلا هو تيامن باللي ان هذيك العقوبات ما جاش مثلا ولا تماطل عليك ولا ما داش الخدمه في الوقت كذا، تدير ليه واحد العقوبه. كاين واحد الاشكال هنا، ما تحاولش تخدم معاه بسياسه ان انت داخل عندي الا ما خدمتيش غنعاقبك. الا كانت هذه الفكره راه غيحس براسو ديما مظلوم، وفيما لقى فيك الضربه راه ما يعقلش عليك. يعني العقوبات ما تكونش هي الاصل، تكون العقوبات يعني انت خدام بالبريمات. بغيتي الخدام يكون معك مزيان، خدم بالبريمات. الا يعني فات شي حدود وما كيكونش ديريكت مع يفوتها خصك تعاقبه، يعني كيكون انذار، مثلا الانذار الاول الانذار الثاني عاد كتعاقب. والعاقب كنعاقبوا في الجيب، ولكن فاش كتعاقبوا واحد الشهر في الجيب، واصلا الشهور اللي قبل يعني كان ديما دابا البريم حنا شنو هو البريم اللي كنديروا حنا؟ هذا كنديروه في النظام التشغيلي. مثلا انت كتخلصوا واحد القدر، تخلصوا مثلا 4000 درهم، يعني بحال قلتي السميك بالوراق ديالو باللاسينيس ديالو 4000 درهم مثلا. انت هذه مهمه خصهم يبقاو يديروها. انت كتحط واحد الميزانيه في المصاريف الثابته ديال الخدامه. الا كنتي غتخلصهم ب 4000 درهم، انت حط مثلا 4500، يعني في المصاريف عندي 6 الخدامه راه كنخلصهم ب 4500 درهم الواحد، ماشي ب 4000. هذيك 500 تتخبيها، هذيك 500 بوحد. انا نعطيك استراتيجيات ديال الموارد البشريه زيد اللي تعلمت لهم من ناس كبار، ماشي هما يعني سيستم واحد، ولكن كناخذ داكشي اللي كنعرفو انا ناجح نشاركو مع الناس. كتعطي 4000 درهم، كتفاهم معاه على 4000 درهم. اشنو كدير واحد البريمات يحاولوا ما يتجاوزوش 300 درهم. انت ما كتقولش ليه راه غنزيدك 300 درهم، هو ديما 4000 وسكت. من 4000 حتى 4300 كتكون بريمات شهريه. انت راه داكشي الا خدم وزدتيها هو اصلا كيديها خلاصو، انت راه مدخلها. فهمتي؟ ما بغى يكون الحالات ماشي. علاش انا قلت لك خصك تدخلها من الاول، يعني من الاول تعرف واش 4500 خدامه لك اصلا
يعني علاش في الاول انت كديرها كتحسب 6 الناس 4500 مع المصاريف الاخرى اللي الكرا والماء والضوء هذه ومع التكلفه ديال السلعه، وكتشوف واش شايط لك الحساب. يعني البيزنس بلون ضروري في الاول خصك تحط الارقام. الانسان كيدخل كيبني مشروع وما عرفش الارقام، تا كيدخل كيقول لك انا كنصور قدا وقدا وما كيشيطش ليا. اذا حيت هو ما حطش ما اختارش. هو جواب حيت انت ما حطيتيش بيزنس بلان في الاول. هذيك مثلا 300 درهم، خلي 200 درهم انا نهضروا عليها من بعد. هذيك 300 درهم ديال البريمات. البريمات ديالاش كاين اللي غيحسب ليه واش بريمات ديال انه يدير شي حاجه فوق الطاقه ديالو، مثلا يزيد سوايع، يدير شي حاجه اللي ما كايناش في. لا انت غديرها انت اصلا هو خلاصو بلا ما يعرف هو. غتبقى تعطيها مجرد الالتزام بالنظام، ماشي غتعطيها ليه حيت دار شي حاجه زايده، لا غتعطيها ليه حيت دار خدمته. دار خدمته باكمل وجه. خدمته يعني هو بهكا تحفز وتهرب من العقوبات، وكيحس براسو انك كتهليتي فيه. فهمتي؟ يقدر تجي ليه 100 درهم زايده، 150 درهم، 200 درهم، كان ملتزم تبارك الله داك الشيء زوين، كتزاد ليه 300 درهم. واش كل شهر ولا غير ديما من شهر لشهر؟ لان هذا الشيء داخل في السيستم ديال التشغيل. لا مثلا تعطي انا 4000 درهم في الشهر، واحد الشهر خدم مزيان زدت ليه ديك 300، الشهر الاخر ما خدمش مزيان، ما خدمش مزيان. شوف ديك ما خدمش مزيان شحال فيها. مثلا يقدر تعطيه بريم واخا ما خدمش في واحد يعني واش هاد القديمه هذيك فيك صافي زدتي 300 خصك تبقى عليها. لا هو ما عارفش. انت كتحافظ، كيكون عندك واحد لا ليست. يعني مثلا ليجيان واش كيحافظ على ليجيان التوقيت، واش منضبط في التوقيت ديالو، كيجي في الوقت. كاينه واحد المساله كيغفلوا عليها الناس بزاف، واش السيد متخلق وما كيديرش المشاكل مع صحابه. هذه راه في الموارد البشريه دابا كنهضروا. راه الواحد هذه نورمالمون خص في الاول الستاج الاول اللي كدير ليه الا شفتيه سوسه خرجوا سوسه ما فيهاش. هذا من اكبر المشاكل. المهم ما عنده مشاكل، يعني ما دار حتى مشكل في ذاك الشهر، هادشي كلشي كتنوطيه. التزم بالجراماج والمسائل حتى هي كتنوطيها. هو هادشي كله راه خدمته. دار خلل في وحده مثلا غيجي بريم، ولكن ماشي 300 درهم، غتجي هاد الشهر 100 درهم. يعني هو راه دار خلل. اذا هو تعرف باللي 4000 درهم هي ديالو. ذاك النهار طليت فيه قلت لك هاك 300 واحد الشهر ما هو ما عارف علاش هاك هذه ديالك زدتها لك. هو عارف ان راه كتنوطا ليه كل نهار، ولكن مثلا في الشهر الاخر دار هو شي اغلاط، انت هو ما رد لهم البال، ولكن انت لا عرف انه غلط. تقول ليه راه نعطيك غير 100 درهم فوق ديك 4100 ماشي غنعطيك، ماشي غنعطيك، هي اللي جاتك صافي تحطها ليه. ما تسولو ما تيسولك، واحد زائد واحد يساوي جوج، ما تسولو ما يسولك. لا هاك سالينا مزيان هكا كسير. وتقدر تجي 4000 ديريكت، تقدر تجي 4000 ديريكت، تقدر تجي 4000، تقدر تجي 3800. نقصتي ليه 200 درهم ديالاش؟ عنده الاخطاء بزاف، ما تيجيش في الوقت، تفرط داك الشهر الماكله ما تشوف حاجه. فهمتي؟ داك الشهر رونها مزيان، هو راه عارف اصلا قبل ما يوصل الشهر عارف راسو مرونه. اذا هكا انا خصني نتعامل انا مع الخدامه ديالي. ولكن ديما الجانب ديال التحفيز يكون كبر باش هو يحشم كما كيقولوا تهلا في الخدام ديالك كل ما طليتي فيه تهلا. فهمتي؟ وحيت شحال دابا بزاف الناس كيقول لك باش ما دصرتيه، باش ما فهمتي، باش ما كيزيد يدصر عليك ديما خلي الحدود. انا هادي ما متفقش معاها. لا عاملوا بحال خوك، عاملوا بحال صاحبك وتهلا فيه، ولكن دير واحد السيستيم حاكم عليك وعليه اللي هو السيستيم نظام تشغيلي. يعني انا وياك ناشطين ضاحكين وهادي بخير، تخدم عندي بحال خويا بخير، ولكن ملي ما كتجيش في الوقت اللي خايب معاك كنضحك معاك، كنقول لك فين هشام بخير اليوم تعطلتي، وكيشوفني كندير لك كروه وكتقول لي انت كاع مثلا داسر عليا الشاف علاش، كتقول لي اسمح لي راه بزمني ماشي انا راه انت عزيز عليا، ولكن هذا راه هو الباترون ماشي انا. ولكن مع المغاربه راه صعيب الحال بحال هكا صعيب. هو ديما كيدي الفلوس زايدين، ودوك الفلوس اللي كتعطيه انت زايدين ماشي صعاب. هو راه اصلا عارف انك بمجرد يدير خدمته كتزيدو. اذا هو تيعرف باللي انت ما تظلموش، ما تكونش تظلموش. يعني انت خصو يعرف ان انا وياه راه ما عندناش، يعني لا هذا فيه خلل راه المشروع كله غيطيح. يعني ملي كيشوفك خدام راه هذيك خدمتنا. واش فهمتيني؟ فهمت الفكره. بقات واحد 200 درهم باش نختصروا. اما الموضوع ديال الموارد البشريه كبير، خصو حلقه بوحده، هي زيد كبير بزاف، لان المشاكل ديال الخدام كثيره. خصو لونتروتيان، خصو السطاج كيفاش يكون، خصو بزاف الحوايج. انا هذه الفكره زوينه بغيت نزيدها لاصحاب المطاعم. كتبقى ديك 200 درهم، هذيك 200 درهم بحال قلتي كتبدا تجمع، هي 200 درهم ديال هذا 200 درهم ديال هذا
كتعطيك مثلا 6 الناس 1200 درهم كل شهر. كتحاول دير لهم شي حوايج اللي تزيد لهم واحد اهتمام، مثلا شي هديه. مثلا هذا الشهر غدير لهم واحد الهديه ب50 درهم الواحد، هديه كتعطيها لهم. ما عندها علاقه. حنا دابا عندنا مشكل مع البشر، هاد البشر خصنا ندخلوه لعندنا، خصنا نقربوا اللي هضرتي معاه في هذا الدومين والناس راه عارفين. كيقول لك الخدامه ولاد الحرام، صافي كيرفع يديه كيقول لك الخدام ولاد الحرام. ضربتهم. واش فهمتي؟ وفعلا اصحاب اخويا انا راه الدراري يخدموا معايا راه يقدروا يتصنتوا، يقدروا يسمعوا لهذا الفيديو. كنت كنقول لهم راه غيسمعوا ويضحكوا، خدموا معايا. كنت كنقول لهم الامنيه ديالي ملي ما كنتش عارف النظام هادشي، الامنيه ديالي في الحياه هي نسد عليكم المحل نريدو ونشعل فيكم العافيه. لا نخرج انا نشعل العافيه يتحرقوا كيبردوك وكنقول لهم في وجههم وكيضحكوا عارفيني كيفاش نقرص من جهتهم وعارفين اش دايرين، ولكن انا ما حط لهم حتى حاجه. فهمتي؟ ما كان نزيدهم، ما كان حيد لهم، ما دير لهم حتى حاجه. او عاجبهم الخدمه معايا، ولكن المشكل فيا ماشي فيهم. داكشي علاش ديما نلقاو الانسان اللي عنده مطعم كنصحو يتعلم الميدان الموارد البشريه، يشوف كورسات ولا يشوف فيديوهات. اليوتيوب دابا فيه كل شيء يتعلم. انا عطيت دابا غير ديك واحد النويطه يعني اللي مهم يخدموا بها. هاد 200 درهم مثلا كتهز منها دابا 50 كتبقى 150، ديك 150 كتزاد على 200 درهم اخرى. الشهر الجاي خرجتي شي مثلا هديه ب 100 درهم كتزاد. انت ديما حاول تخلي باش ديما باش تقوم في المونطون. فهمتي؟ وديما راه كل شهر ما شي مرات دير لهم شي خرجه، خرج معاهم، ديروا شي خرجه، شي جلسه حدا البحر شويه، يعني دخلهم عندك ولكن في حدود. الكروه كتبقى كروه. كيعرفوك انك انا ندخلك وانت المعقول راه ما غاديش ترحمهم. ماشي انا اللي ما رحموش، القانون ما غيرحمنيش. انا راه معاك بخير هو هذاك، ولكن راه غادي نحط معاك قوانين مزيان هذا النظام. احنا خرجنا ضربنا الشوايه ونشطنا الغد ليه تعطلتي نص ساعه كنقول لك مرحبا صباح الخير وكنقيد قدام عينيك باش تشوف قدام عيني. اما انا اما داك اللي غيكون مكلف. لا يمكن مكلف. فهمتي؟ ما عندش شي واحد الحق يخالف النظام. والفكره الزوينه باش نكملها، ملي كتقونفلا ديك المونطون كيجي مع العيد الكبير، كيجي مع الاعياد، كيجي شي كبش ولا شي حاجه ولا رمضان، على اعطيه لهم غير فلوس على الاقل الا شاط لواحد 2000 درهم للواحد يعني في العام، راه شي حاجه كبيره في الصندوق، شي حاجه كبيره بزاف. هو جمع شي حاجه قليله وما قداتوش، لان راه ما فيه غير الحولي، فيه الماتريال الشويه اللي خص يشريو كل عام الجنويه اللي خصها تشرى كل عام، تشريها كل عام. خلي هذاك الموضوع طويل. هذيك كتعطيهم فلوس. يعني هاد المسائل كيعاونوا، هذا هو اختصار ديال الموضوع، كيعاونوا الخدام يبقى معك شد معك واحد، يعني كتقلل الاخطاء بزاف. وباش تحيدهم في خطره راه مستحيل، يعني داكشي تدريجيا، ولكن كتقللهم. وهذا هو اللي كيبان لي من بعد الافتتاح صعيب. كاين شي حاجه اخرى؟ كاين واحد الحاجه ندعيو مع اللي بغى يفتح شي مشروع الله يسهل عليه. امين الله يعطيك الخير. وكنفرحوا ليه. حنا راه دابا انا الهضره كامله غير باش ما يخسروش. اي متفق معك. هاد المعلومات كامله باش ما تخسرش. يعني ما بغينا منهم حتى شي حاجه. هو سيدي الله يعطيك الخير. امين. واسمح لنا على الله يجازيك بخير. وان شاء الله الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نتعرفوا على كيفاش بديتي واللي خلاك توصل لهاد المرحله. الله يوفقنا اللي وصلتي ليها دروك ديال تدير واحد العمل حر ديالك خدام فيه. وان شاء الله الفيديو ماجي ان شاء الله غادي يكون نيت في الدار، ما غاديش يكون في الاستوديو ان شاء الله، وغادي نشاركوا معنا ان شاء الله. وتتمنى لك التوفيق، ونتمنى يكون المعلومات تنفع واخا ان شاء الله، ولكن المهم عليك الا وصلت المعلومه واستفدوا بها الناس، هذاك هو الافضل علينا ان شاء الله. الله يعطيك الخير. وهذه الجلسه بلديه الحمد لله، انا عجبتني من الاول فاش جبتيني لهنا والله الا عجبتني. الله يعطيك الخير بارك الله فيك. بعدا كنطلقوا انا اول مره زدت لك راه هكا مزيان الكرسي، اول مره الكرسي شويه تيخلع، استضفنا شي واحد ونهضروا. الحمد لله كنت الصراحه مرتبك في الاول. الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك الخير. امين. الله يعطيك التوفيق. حفظك الرحمن. شكرا جزاك الله خيرا. اخوان الكرام الفيديو هو هذا، وان شاء الله غادي نتلاقاو معاه في حصه اخرى ان شاء الله بحول الله. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا بغيت تفيد به الناس ممكن تبارطاجيه. وتنعرف بلي انا طويل ولكن البودكاست هكا تيكونوا. وبالله التوفيق. السلام عليكم.